والقمه الكبيره اللي جمعت اسود اطلس مع الاوروغواي في هذا الملعب منذ بضعه شهور، والتي انتهت اوروغوايانيه ب1-0، والتي اعتبرت الاجود والافضل للفريق الوطني تحت الاداره التقنيه المدرب بدو الزكي. اليوم منتخب بتوابل افريقيه كبيره وبامكانات كبيره، منتخب الكوت ديفوار مرجعيه على مستوى كره القدم الافريقيه، اعطانا الي كبيره للكره العالميه من ضمنها دروغبا القناص الكبير الذي لم يعد يحمل الوان منتخب الفيلا على اعتبار انه اعتزل. يايا توري واحد من الكبار اللاعبين على المستوى العالمي، ما رفضش يجي للكوت ديفوار في هذه المقابله، ولكن قال المدرب الفرنسي ميشيل دوسيي بانه ربما يفكر في اعتزال على المستوى الدولي، انما هذا ماشي قرار نهائي للاعب يايا توري اللي كتعتبر رئه منتخب الكوت ديفوار. على اي الجمهور الذي يتابع هذه المقابله تقريبا 25,000 مناصر، ولا زال المئات من مناصري الفريق الوطني يتوافدون على الملعب أدرار لمعاينة جديد أسود أطلس والقيمة الكروية لهذا النزال الذي يعتبر نزال قوي للفريق الوطني المقبل على استحقاقات قارية كبيرة سواء على المستوى الإفريقي أو على مستوى إقصائيات كأس العالم التي ستدور سنة 2018 بروسيا، في الوقت كترقب أسود أطلس مقابلة إقصائية مهمة أمام غينيا الاستوائية الشرق قادم ذهابا وإيابا، وبعد قليل عزف للنشيدين الوطنيين المغربي والإيفواري. إذا كان هذا عزف سيداتي وسادتي للنشيد الوطني الإيفواري، والآن مع عزف للنشيد الوطني المغربي. إذا كان هذا سيداتي وسادتي عزف النشيد الوطني المغربي دافعت الأجواء الاحتفالية. تقريبا 25,000 متفرج، ولا زال المئات إلى ما أقول الآلاف يتوافدون على الملعب لمتابعة المقابلة، على اعتبار مبرمجة يوم الجمعة. هناك الآلاف من الطلبة والتلاميذ والعمال. على أي الجمهور أقدر يعودنا من المرتقب أن يمتلئ الملعب عن آخره في الدقائق مستقبل دقائق هذه المقابلة الجديدة. المقابلة والاكتشاف سنكتشف نجم واحد، الأمر يتعلق بكريم زياش الذي يحمل رقم 10 نجم فريق توينتي، اللاعب الذي خلق ضجة، يمكن نقول بهذه العبارة خلق ضجة كبيرة في هولندا على اعتبار أنه اختار بالقلب وبروح وطنية عالية
الالوان الوطني والدفاع عن القميص الوطني، وترك جانب الاغراءات الهولنديه. سأعود بتفصيل العديد من النقاط التي تهم هذه النقطه على اي فريق وطني. دخل المقابله التشكيله التاليه: منير محمدي في حراسه 12، زهير فضل 6، العدوى عصام 17، العميد فؤاد شفيق 15، اشرف الزهر 3، 18 منير عبادي، 8 كريم احمدي، 10 كريم زياش، 19 عبد العزيز براده، 20 نبيل درار، 9 يوسف العربي. مدرب الفريق الوطني بدو الزكي في دكة البدلاء. مجموعه من اللاعبين امامكم على الصوره، العديد من اللاعبين الذين سيفتحوا له بالتاكيد بدو الزكي المجال اذا تعثروا ذلك وفق ما ستفرزه المقابله من عطاءات. منتخب الكوت ديفوار يدخل المقابله بالتشكيله التاليه: سيلفان كبو رقم 16، مامادو باكايوكو 6، لامين جاي كوني 19، إريك بيرترون بايلي 22، كونستون جاكبا 18، جوفري دي سيري 20، إسماعيل ديوموندي 14، جون ميشيل سيري 5، سالومون كالو 8، جيوفاني سيو 13، كواسي جيرفي ياو رقم 10 المعروف، والشاهر جيرفينيو نجم فريق ايستروم الايطالي. امامكم على الصوره في صوره كريمه عميد الفريق الوطني. عصام العدوى يقود هذه المقابله. الحكم التونسي يوسف السرايري 39 سنه، دولي من سنه 2012، يساعده مواطنه يمن الملويشي وكذلك مجد رحومه، فيما الحكم الرابع هشام تيازي من المغرب. مندوب المقابله عبد الله العثماني. نذكر بان هذا الحكم امامكم على الصوره سبق له قاد جوج ديال اللقاءات لفرق مغربيه: الفتح مع الزمالك بالرباط انتهت لفائده الفريق المصري ب 3-2، وكذلك ادار مقابله المغرب التطواني بمدينه الاسكندريه امام سموحه المصري واللي انتهت 3-2 لفائده المصريين. ومقابله اخرى ثالثه قادها الحكم التونسي لفئه الشبان مقابله المغرب غانا واللي انتهت المغربيه ب 3-1. اختبار كبير كما قلت للكره المغربيه في دكه البدلاء. مجموعه من نجوم الايفوار التي تؤدد فضاءات الدوريات الاوروبيه. نذكر بان بدو الزكي مدرب المنتخب الوطني، والفرنسي ميشيل دوسيي مدرب المنتخب الايفواري. ومن المفارقات العجيبه مدرب المنتخبان نفس السن، 50 سنه وحارسان سابقا. هذا هو اللي يعطي واحد النكهه كبيره لهذه المقابله اللي عكس ما كان متوقعا. بدو الزكي ربما كان الكل ينتظر بانه قد يقحم القيدوم والمخضرم والمجرب خرجه، انما المؤكد الان خرجه لم يدخل ضمن التشكيل الرسمي، انما سنتابع مجموعه من اللاعبين المتالقين ضمن هذا زياش اللي لمس الكره الان، لاعب رهيب على مستوى الامكانات التقنيه، وبالتاكيد غيكون صانع العاب، ونتوسموا فيه كل خير. امامك على الصوره 22 سنه، كان من اكتشاف اسطوره كره القدم الهولنديه فان باستون اللي كان وراء اكتشاف هذا اللاعب الذي كما قلت ادار ظهره للهولنديين بالرغم من كل الاغراءات، واختار بالقلب وبالروح وطنيه عاليه معالقه الالوان المغربيه والوطنيه واعطاء اضافه للفريق الوطني. تدخل شفيق فؤاد شفيق 26 سنه، لاعب فريق لافال الفرنسي، وهذا جيرفينو واحد من اللاعبين المهمين 5 سنوات الاخيره في منتخب الفياله. كره ايفواريه تمشي عند كونستون جوكبا. قلت غياب يا توري ما كينقصش من قيمه منتخب الفياله ديال كوت ديفوار، الاعتبار يا توري في سن 30 ربما يفكر في الاعتزال على المستوى الدولي، وهو في قمه عطائه الان في بس بعد ما جاور فريق برشلونه وفرق كبيره على المستوى الاوروبي الان يفعل العجب العجاب مع فريق مانشستر سيتي الانجليزي امامكم دوسيي 59 سوق. هذا المدرب سبق له درب منتخب الغيني وكان مساعد ديال اوري ميشيل في دوره 2006 في كاس افريقيا اللي كانت في القاهره بمصر. البنين يعود من جديد هذه المره لتدريب المنتخب الايفواري، كره خطا ايفواري وبالضبط لفائده اللاعب جون ميشيل سيري 23 سنه، نجم فريق نيس الفرنسي، واحد من الفرق المتواجده في لاكوت دازور الفرنسي. قلت منتخب الكوت ديفوار معيار قوي وقيمته الكبيره في تاريخه الرياضي وفي القابه وفي قيمه اللاعبين، بالرغم انهم عندهم امكانات كبيره على المستوى البدني، انما
ما كيلعبوش لا يجنحون للاعب الخشين، لا يجنحون للاعب الخشين، كيلعبوا بتنافسيه عاليه وعندهم مهارات كبيره. هو اختبار كبير، هو اختبار كبير للفريق الوطني اللي كنعتبر انا شخصيا اعتبر مقابله الاوروغواي اللي جرات في هذا الملعب وكان مملوء عن اخره بالرغم من الهزيمه ب 1-0. الفريق الوطني قدم مباراه كبيره، ارتباك للحارس سيلفان كبوه حارس مرمى فريق مازيمبي الكونغولي، كره مغربيه تمشي عند العربي يمر للوسط مثلث جميل. العربي نشيط قال عنه المدرب بدو الزكي في الندوه الصحفيه باي تشكيله ستلعب هذه المقابله. جواب الزكي كان بالحرف الفريق الوطني يلعب هذه المقابله، الكلام للزكي غادي يلعب بالعربي وب10 لاعبين اخرين. هذا السؤال الجواب عنده اكثر من مغزى، عنده بان العربي اللي نشيط في الدوري ديال الليغا الاسبانيه برغم عنده اختيارات اخرى، انما المؤكد العربي قليل من التركيز. كان يعطي الاضافه هذا امكم حكيم زياش او كريم زياش عفوا، اتمنى بان يكون يعني سخيا كعطاء، وبالتاكيد لقي كل الترحاب كريم زياش لما حل بارض الوطن باكادير، حل رفقه بعض افراد اسرته ورفقه وكيل اعماله، ولقي ترحابا كبيرا من طرف كل مكونات ومحيط الفريق الوطني للاستئناس كما كان الشان سابقا مع الفتى الواعد هاشم مسور الذي انضم وتلقى الدعوه من الاطار الوطني بدو الزكي، هو المعار من فريق الميلان لفريق مالاغا الاسباني. كره ضربه خطا مغربيه تحمل طابع الخطوره، زياش يرسل رأسية جميلة على المقاس، أظنه زهير فضال لاعب فريق ليفانتي أمامكم 26 سنة، تمريرة على المقاس من كريم زياش، رأسية رائعة جنبت العمود زاوية 90 اليسرى للمرمى الحارس سيلفان كبوه جو 26 ربيعا، وحل خلفا للحارس الإيفواري يمكن نقول أسطورة بوبكار باري اللي كان عنده يمكن نقول بهذه العبارة ختام ومسك، لأنه بوبكار باري الحارس المعتزل الإيفواري اعتزل وهو يصعد لمنصة التتويج لما توج في آخر كأس قارية رفقة منتخب الفيلة بعد لقاء نهائي تاريخي مع المنتخب الغاني. كرة مغربية كريم في الوسط غادي يحاول يغير الوجهة تمريره رفيعه بالرضا يحول الوجهه تمشي عند الزهر. نذكر بان كريم زياش غنمشي معه بالتفاصيل في هذه المقابله لانه كثير كره للاحمدي نجم فاينور. يلا يا عربي مرة تمشي عند بالرضا يروض الدفاع محاوله تمرير محنه يعيشها فيلة كوت ديفوار مع البدايه الصاعقه للاسود. كره مغربيه تمشي عند زياش يحول الوجهه بالرضا يروض تبادل كروي. زياش يدخل في المقابله بشكل سريع في الاعتبار وهذا كان منتظر غادي يمنح له بدر الزكي مساحات كبيره باش يعطي ويخرج شنو عنده في شعباته الفنيه، لانه لاعب مهاري وغادي يعطي الاضافه بمشيئه الله للفريق الوطني. كره مغربيه تمشي للوسط، تبادل بسلاسه كبيره وبانسيابيه كبيره يتم تبادل الكره عبر كل اطراف الملعب. بالتاكيد هناك خطه مرسومه للاعبين للدخول في المقابله ويلعبوا باللمسه الواحده. الحكم التونسي يتدخل، يوسف سرايري يتدخل ويعطي ضربه خطا لفائده الفريق الوطني لنبيل درار. هناك كالمنير عبادي لاعب فريق قليل الفرنسي تنفذ بسرعه تمشي عند فؤاد شفيق كيلعبوا بضغط كيلعبوا بريسينغ عالي المنتخب ديال الايفواري، لان المدرب ميشيل دوسي قال بالحرف بانه يتخوف من المهارات الفرديه للاعبي الفريق الوطني. اللمسه شوف على اكستيريور شوف على تمريره مشى الفكره جميله تبادل كروي ما بين نبيل درار
نجم فريق موناكو الفرنسي، والظهير الايمن نشيط امامكم فؤاد شفيق صحيح كيلعب بالقسم الثاني، انما عنده امكانيات كبيره لما خدا المهمه الظهير الايمن انقض على بن واجد، وهو الان في اكثر من مقابله لاعب رسمي في الفريق الوطني. الاجواء جنبات الملعب يمكن نقول الان الملعب مملوء بواحد 70% الا ما اقول 80. اتوقع بان مشيئه الله بان يعني يمتلئ الملعب عن اخره في الدقائق المتبقيه من عمر هذه المقابله. استخلاص سلس، كره تمشي لديرار، تبادل في الوسط، شوف كيفاش خرج لمسه قويه، تدخل قوي ديال لاعب جوفروي سيري لاعب فريق شوتغارت الالماني اللي دخل بقوه في حق اللاعب كريم زياش حسب المعطيات والارقام الصحيحه من طرف الصحافه الرياضيه المتخصصه عنده 4 حاسمه، 16 تمريره حاسمه، واعتبر افضل ممرر في الشهر الماضي، افضل حتى من ميسي الارجنتيني ومواطنه باستوري نجم فريق البي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي. هذه اللي عندهم ميسي وباستوري عندهم 14 تمريره حاسمه، لما نقول حاسمه التمريره النهائيه كتعطي الهدف. كريم زياش 16 تمريره بالتمام والكمال ما شاء الله مع فريق توينتي، و4 ديال الاهداف والبقيه تاتي. الحكم يعطي الامتياز الظهير لامين كوني لاعب فريق لوريون الفرنسي، كانت عنده مضايقه من طرف نبيل ديرار. قلت وديات كثر، وديات كثيره خاضها الاسود، ونظن بعض الغيابات يمكن تكون مؤثره، واكبر ابرز غياب في الفريق الوطني غياب نجم فريق البافاري البايرن بن عطيه الذي يتماثل تدريجيا للشفاء، ومؤشرات عديده تقول سيكون حاضرا الشهر القادم في لقاء المنعرج حاسم مقابله، بالرغم انها ترامبلا يعني واحد يعني الجسر الذي سنعبو به بمشيئه الله لدور المجموعه تدخل الاشياء الصحيحه. عندنا مقابله ما نستصغروش الخصم كما قال الزكي، غينيا الاستوائيه غيكون مقابله فاصله ذهابا وايابا في الشهر القادم مع اسود الاطلس. كره مغربيه تمشي بعيده نسبيا على نبيل ضرار الذي يوظف في الممر الايمن، لاعب امكانه ما شاء الله بامكان تعطيه اكثر من دور، يمكن يلعب ظهير ايمن، جناح مزور، لاعب خط وسط امامك على الصوره، لاعب بامكانات رهيبه، يلعب في موناكو، هو لاعب رسمي وعيون فرق كبيره تطارده ارتقاء لاشرف الازهر، انما الحارس مباشره الحارس المتالق الحارس المحمدي اللي قال اسبانيو كان في القسم الثاني فريقه نومانسيا ينقض على الرياضه. نفس الشيء نقول على الحارس بونو الذي يلعب هو الاخر بالدوري الاسباني للقسم الثاني، وهو حارس كذلك واعد واختار الرسميه في البطوله الاسبانيه كره القدم في القسم الثاني. تسلل واضح للاعب العربي يطارده دفاع المنتخب الفياله، محاوله المرور من الوسط، تبادل كروي عبر الاطراف، الوقت يصل الدقه العاشره، 0 لمثله ما بين الفريقين ما بين المنتخبين، والاختبار هو اختبار مهم امام منتخب من عيار كبير في قمه منتخب الكوت ديفوار اللي سبق لي قلت بانه عنده مرجعيه كبيره على المستوى الافريقي حتى على المستوى العالمي، والدليل اللاعبون الذين انجبهم هو بطل افريقيا مرتين 1992 بدوره دكار بالسنغال، واخر دوره كما قلت لما توج في اخر دوره بغينيا الاستوائيه، وكانت نهايه واحد الجيل ذهبي من ضمنهم كما قلت سابقا الحارس بوبكار باري المعتزل، والمعتزل الاخر الاسد الاخر المعتزل دروغبا الذي كان هدافا شرسا في العشر سنوات الاخيره في منتخب الفيلا. منتخب كوت ديفوار كذلك وصيف لبطل افريقيا مرتين في دوره ديال مصر 2006 و2012 بدوره الكابون، لعب النهائي 3 ديال المرات كره مغربيه محاوله تسجيل غيمر شوف على اكستيريور باش مرر ما نقولش سدد، انما باكستيريور من طيران رفيع. هذا كريم الاحمدي نجم فريق الفاينور، اعتقد الكره شقها طريق الشباك، انما استماته يمكن نقول تدخل انتحاري لانه نهزم الحارس سيلفان
كبو، انما كان دفاع يقظ، دفاع يقظ لفيانا. الصفر اللي مثل ما بين المنتخبين والفريق الوطني الاقرب للمرمى. المدرب امامكم ميشيل دوسي، في الوقت اللي جيرفينيو يحاول تنظيم الصفوف، الكره في طريق الجيوفري سيري، يرجع للوراء عند إريك بيترون بايلي، محاولة المرور عبر الأطراف أو الوسط. هناك حلول كثيرة كثيرة. لا 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 لا. عصام العدوى عايته دائما كان عصاميا في هذا التدخل. لاعب هادئ هو اليوم يحمل شارة العميد بعد غياب العميد الرسمي بن عطية والابقاء ضمن البدلاء للعميد الاخر الخرجه، لان هناك تراتبيه بخصوص حمل شارة العميد في الفريق الوطني. فيها تؤخذ بعين الاعتبار مجموعه من المعايير، من ضمنها الاقداميه، العطاء، ومشى العربي قرب منه زياد، العربي مر جميله رغم انه لاعب مهاري برجل اليسرى، انما اختبر القدرات. كريم زياش امامكم بالتاكيد يلزم وقت باش يعمل. شوف على كروشاج مرر وصدق بشكل صحيح، انما كرته جانبت العمود الايسر لمرمى الحارس سيرفان كبو، حارس مرمى المنتخب الايفواري. المقابله فيها سيناريوهات متعدده. شوف المكان فين مجموع فيه تقريبا 20 لاعب، واحد 10 ديال الامتار و15 متر مربع، يعني هذا دليل قاطع بان المقابله ستكون يعني صارمه على المستوى التكتيكي والخيار. شوف هنا الاكستيريور، وشوف الانتحار، تدخل انتحاري، يمكن نقول تدخل انتحاري ديال اللاعب إريك بيترون بايلي، نجم فريق فياريال الاسباني، الفريق الذي يستعزف في الدوري الليغا لكرة القدم لهذا الموسم. كرة ايفواريا في الوسط بطبيعة الحال. الزكي كانت عنده ندوة صحفية في بداية هذا الاسبوع هنا بأكادير مع وسائل الاعلام، وتطرق العديد من النقاط التي تخص حاضر ومستقبل الفريق الوطني، وقال بانه المجال مفتوح لكل لاعبين الذين بامكان اعطاء الاضافه، سواء الممارسين بالدوري المغربي او المحترفين بخارج الديار. وقال بانه تغيير تشكيله من مقابله اخرى تدخل في عوامل كثيره، من ضمن جاهزيه اللاعبين، الحالات الصحيه. بعض الفرق يعني يكونوا بعض اللاعبين يكونوا عندهم الرسميه ويفقدوها في فرقهم. هذا هو اللي جعلو يوسع قاعده الاختيارات في الفريق الوطني. ويمكن نقول الان في مفكره الزكي تقريبا 41 حتى 45 لاعب يمكن يتجه لهم في اي لحظه باش لانهم مستانسين من اجواء الفريق الوطني. وامامكم الصور الجميله والمعبره من هذا الملعب الجميل جدا، ملعب ادرار، والجمهور الاكادير حاضر. وعلى ذيك الجمهور مدينه اكادير قال الزكي بانه استمرار اللعب اللقاءات القادمه بهذه المدينه الجميله بهذا الجمهور الرائع الاكاديري. قال بانه الجمهور كل جمهور المغربي هو رائع، ولكن قال الامتياز النسبي اللي عند الجمهور الاكاديري هو انه الجمهور كيصبر على الفريق الوطني، لانه الفريق الوطني الان في مرحله اعاده البناء. وقال بانه مستقبلا بطبيعه الحال الفريق الوطني غادي يلعب في طنجه، كما يمكن يلعب في العيون، كما يمكن يلعب في وجده ويلعب في الدار البيضاء وفي قنيطره، في كل ربع الوطن، لانه الفريق الوطني هو لجميع المغاربه على اي جمهور اكاديري العالم الكامله في كل اللقاءات اللي خاضها الفريق الوطني في هذا الملعب الايقونه، هذا الملعب التحفه الذي اضاف، يمكن نقول بهذه العباره، اعطى جاذبيه اخرى لهذه المدينه العالميه، هذه المدينه السياحيه، هذه المدينه المثيره التي تتغنى كذلك بفريق الكبير فريق الحسنيه الذي بدأ بداية مرعبة وأبصم على 3 لقاءات من عيار كبير، وأعطى إشارة بأنه قادم بقوة لمقارعة الكبار. الكرة منطلقة، كرة مغربية، شوف على ترافيرسي، شوف على تمريرة، وشوف على كونترول، شوف على كونترول ديال نبيل، مشى نبيل يمرر بايلي، وقبل من ذلك اعتقد بانه العربي كان متسللا. بطبيعه الحال لاعبون يعني عادوا للفريق الوطني، من ضمنهم يونس بالهندا نجم فريق دينامو كييف الاوكراني. بطبيعه الحال عوده خرجه، يمكن نقول الزكي قال في احدى الاوقات بانه اللاعب اللي ما عندوش فريق بطبيعه الحال ما يمكنش يلعب فريق الوطني، كيتغيب عليه التنافسيه والجاهزيه. والشيء اللي كان كينطبق على خرجه اللي غاب على اخر مقابله بطبيعه الحال اللي كانت رسميه، انما
في المقابله في اخر مقابله. انما الان مؤكد هو انه خرج لاعب رسمي بفريق يمكن نقول كبير على المستوى الاوروبي، هو فريق دينامو بوخارست او بوخارست الروماني. وخرج خاض 3 دقائق ولعب بدقائق بالتدريج، لعب 56 دقيقه في المقابله الاولى و70 دقيقه في المقابله الثانيه، واللقاء الثالث لعب مقابله باكملها. هذا دليل قاطع بانه خرج استرجع كل امكاناته البدني، وان كان البعض راى في عوده الخرجه بان لن تعطي الاضافه، انما بدو الزكي هو الاقرب والاشطر بالاجابه على التساؤل. انما عطاءات اللاعبين او المنادات على اللاعبين تشفع لهم العطاءات في رقعه الملعب، اما البقاء او الرحيل. كره قدم بالتاكيد بالسن، على اعتبار كثير من اللاعبين تجاوزوا سن يعني 30 32 سنه ووصلوا القمه ديال العطاء، والمرحله ديال الاختمار التجربه والنضج والعطاء الرفيع في رقعه الملعب. اذا المقابله تصل للدقه 17 صفر لمثله ما بين المنتخبين، وهذه المقابله رقم 14 ما بين المنتخبين. 4 ديال الانتصارات للمغرب مقابل 5 ديال الانتصارات للكوت ديفوار، و4 ديال التعادلات عبر التاريخ الرياضي بين المنتخبين. وطبيعه اول مواجهه تعود سنه 1969 كان ذلك في مدينه ابيجان، لقاء ودي وانتهى لفائده كوت ديفوار ب1-0. اخر مقابله في 2014 وكانت في كوت ديفوار ابيجان 1-1 بمراكش في اطار احصائيه كاس العالم 2014 اللي كانت في البرازيل. بمراكش لقاء الذهاب بين المغرب والكوت ديفوار، وفي ابيجان 1-1 ما بين كلا المنتخبين. وبالتالي بطبيعه الحال منتخب الكوت ديفوار تعتبر دائما ند كبير للفريق الوطني وكل فرق الافريقيه، على اعتبار انه تاريخه سمعته تسبقه الجمهور بطبيعه الحال. فضل الجمهور الاكاديري جمهور كبير يمكن نقول من قربه على الوطن، ياتي لمؤازره اسود اطلس ومعانقه فريق وطني. كره مستخلصه بشكل سريع تمشي عند العربي، انما محاصر من طرف إيريك بيرترون بايلي نجم فريق فيا ريال 20 سنه، اصغر لاعب، مدافع واعد وبامكانات رهيبه. العربي اخطا الوجهه، بطبيعه الحال يمكن نقول العربي يتعذب في اسفل الترتيب في طبيعه الحال في الدوري الاسباني كره القدم، في فريق غرناطه رفقه المغربي الاخر نبيل جعدي، رتبه اخيره في دوري ليغا، دوري لا يرحم في الليغا. نجد العديد من اللاعبين المغاربه من ضمنهم نبيل الزهر في فريق لاس بالماس، زهير فضل الرسمي في هذه المقابله بفريق ليفانتي، هناك بفريق مالاغا نزيد امرابط ومستور وتبديوي. شوف عصام عدوى، هنا الثقه عصام عدوى بامكانات مهمه تمشي لعند الاحمدي، حاكي، كريم زياش، مستخلصه، انما تدخل بدون تركيز منير عبادي لاعب فريق ليل امامكم. هذه المقابله رقم 16 لهذا اللاعب ضمن الاسود. بطبيعه الحال الفريق الوطني يعني لاعبون غابوا لمده معينه ورجعوا للفريق الوطني، ضمنهم كذلك عبد العزيز بالرضا اللي مقدم بدايه يمكن نقول تبعته على التفاؤل مع فريق كبير في الجنوب الفرنسي، فريق اولمبيك مارسي الذي قدم مباراه كبيره الاسبوع الماضي. بالرضا كان متالقا في اللقاء ديال القمه مع فريق بي اس جي وباريس سان جيرمان الفرنسي، واللي انتهت باريزيه ب2-1، واضاع خلال عبد العزيز بالرضا ضربه جزاء دكه بدلاء الفياله. والتأطير الفرنسي للكرة الإيفوارية، المنتخب الإيفواري مسند في هذه المقابلة تقريبا 300 مناصر. ضربة خطأ يقول الحكم، بل يترك المقابلة تتواصل، تمشي عند دي جوفري، ترجع للوسط، يغير الوجهة، كيلعبوا بأسلوب سلس. وهذا يعني اللاعب المتألق لامين جاي كوني لاعب فريق لوريون الفرنسي، مستخلص بشكل سريع شغل كريم زياج انما اخطأ الوجه في التمرير وحول المرور. إيريك بيرترون بايلي متألق في هذه المقابلة حتى الآن، ونذكر جوج لاعبين
لاعبان يغيبان على الفريق الوطني بفعل الاصابه. هناك اسامه طنان لاعب فريق هيركوليس بطبيعه الحال بهولندا، لاعب واعد، انما الاصابه غيبته على الفريق الوطني، بل اكثر من ذلك فريقه تشبت بعدم مجيئه فقط الاستئناس مع جوء الفريق الوطني، لانه بعث مسؤول هذا فريق هيركوليس بعثوا بالتقرير الطبي للاداره الطبيه ديال الفريق الوطني اللي كيتواجد فيها الدكتور الفريق الوطني عبد الرزاق هيفتي فبذلك يغيب. انما بمشيئة الله نترقب بعودته السريعه للميادين. نضيف كذلك لاعب اخر بامكانات كبيره هو اللاعب مرابط الغائب على الفريق الوطني بفعل الاصابه، خضع العمليه الجراحيه بهولندا وسيغيب لاسابيع. نتمنى له عوده سريعه. الان كانت رهيبه، كره مغربيه، كريمي غير الوجهه، تمشي على نبيل زهر، محاوله الاختراق، يمروا نقول بهذه العباره الكره بهذا ما كطيش، كره بهذا الشيء وحده وجه مع الحارس، كان بامكانه يرتقل ينزل كورته بالراس، يسماتشي بهذه العباره، يسماتشي بالراس، هو الشيء اللي ما فعلوش العربي. هنا غنرجع باش نقول في الاول العربي هنا كره يمكن تلعب ليكستونسيون، يرتقي وينزل الكره بالراس، يشد الطريقه اللي بغا. انما الحلاوه ديال الكره وذات الفرصه هي التمريره الرائعه على المقاس من لاعب مثير للغايه، هو اللاعب اشرف الزهر لاعب فريق باليرمو الايطالي. شوف هذا الانكماش اللاعبين في دائره الوسط، 20 لاعب في دائره الوسط، هذا دليل قاطع بان هناك حرب تكتيكيه، يمكن نقول بهذه العباره حرب تكتيكيه ما بين بدو الزكي ما بين ميشيل دوسيي، والملعب يمكن نقول الان 80 حتى 85%. وقلت بدايه المقابله اتوقع بان يمتلئ الملعب عن اخره على الاقل في نهايه الجوله الاولى من هذه المقابله. كره انترفينيو الفريق روما تمشي للوسط، محاوله المرور، هذا اللاعب سالومون كالو لاعب فريق هيرتا برلين، لاعب مجرب، لاعب سالومون كالو 30 سنه في غياب يايا توري هو اللاعب المحوري. شوف عصام ماذا يفعل، لاعب عصاميه كبيره اللاعبين في هذه المقابله. عصام عنده امامكم لاعب بامكانات رهيبه، يلعب بفريق شون كينغ الصيني، ولاعب هادئ، يعني اخلاق عاليه، دمية الاخلاق، هادئ في الملعب، ماشي عبثا يجي الزكي ويعطيه شارة العميد في غياب العميد الرسمي. شوف ارتقاء للامين كوني، محاصر في الاطراف، تمشي بالكعب جميله، مستخلصه من طرف الجوكبا، مسانده كبيره للمناصرين وللجمهور ديال الفريق الوطني في نزال ربما هو ودي، انما قال ميشيل دوسي بانه يعول كثير على النتيجه في هذه المقابله. هذا مدرب ديال كوت ديفوار قال بانه الفريق الوطني المغربي فريق ماشي سهل، المنتخب ماشي سهل، على اعتبار القيمه الفنيه للاعبين والمكان يمكن نقول غالي جدا. وامامكم على الصوره جيوفاني سيو لاعب فريق رين الفرنسي، 26 سنه فريق رين الفرنسي، يعني هذا امامكم تيرفينو، واحد من نجوم كره القدم الإيفوارية والإفريقية في السنين الأخيرة. كرة في الوسط مستخلصة من طرف العربي، تمشي عند برادة وزياش يتناوبان الأدوار على مستوى الإبداع في خط الوسط والربط ديال الحلقات ما بين خط الدفاع والخط الأمامي. أسلوب سلس، اللبسة الوحيدة، إخراج كرة مساحات ضيقة، لأن منتخب كوت ديفوار غادي يراقب الفريق الوطني لأنه يعرف هذه معطيات وتكتيك مدروس من طرف مدرب ميشيل دوسي، لأنه إذا فتح اللاعب غيكون شأن آخر في المقابلة ومعيار آخر في المقابلة. لا 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 جميلة على المقاص، مشات عند عصام، كرة عبر الأطراف، يلا يا برادة مرات عند الأحمدي، يمكن الكونترول صحيح لفاينور، يفعلون العجب العجاب والاقتراب من مرمى الحارس سيرفان كوبو. الكرة مستخلصة، الكونتر اتاك كوت ديفوار، منتخب الفياله، كره مغربيه تمشي عند نبيل ضرار، محاولة المرور، انما بايلي في المكان المناسب،
بايلي في المكان المناسب. يمكن نقول الان ارتباك واضح في صفوف فيلة كوت ديفوار. فرق الوطني بدا كيفرض اسلوب لعبه، اللمسه الوحيده، اسلوب سلس، انسيابيه في الاداء وسلاسه في المؤدى الفني للاعبين. لا زياده ولا نقصان، منظومه تكتيكيه وانخراط الجميع لابرازها في رقعه المستطيل في هذا الملعب الجميل جدا. ماشي احد فضل على المدرجات وكل ما رفقت الملعب هو هذا العشب الرائع الذي يساعد على اعطاء لمسات مثيره في هذه المقابله. في تدخل يمكن نقول شريس، تدخل شريس اللاعب مامادو باكايوكو لاعب فريق سانترون البلجيكي، لانه البرادة يميل للاطراف. هو لاعب مهاري عنده امكانات كبيره واسترجع امكاناته الكبيره مع فريق اولمبيك مارسي. اذا كان السنه الماضيه يعني وجد صعوبات كبيره، انما هذا الموسم يبصم على بدايه كبيره. نتمنى تستمر بنفس الوتيره وبنفس العطاء وبنفس التالق والتوهج في الدوري الفرنسي. كره قدم، كره مغربيه واستخلاص من طرف بايلي. شوف الطريقه باش غيمر الزهر، انما جدار بشري رهيب لمنتخب كوت ديفوار. والفرق الوطني الان كيمشي الاسلوب ديال خطه الشروط لتكسير. شوف هذه العوده ديال السريعه ديال العربي تمشي عند ضرار، يلا يا ضرار قرب منه اللاعب شفيق يمر يجيد الاختيار. انما هناك لاعب لامين جاي كوني لاعب فريق لوريون كان قريب من العمليه. كره مغربيه، يلا يا احمدي، كره في طريقه العربي. شوف اسلوب سلس. يمكن نقول خلخله الفريق الوطني، الخصم هو الكوت ديفوار اللي يمكن نقول الان يدافع ولا شيء غير ذلك. بالرغم من القيمه الفنيه للاعبين، نذكر فقط القيمه وانتماءات اللاعبين الايفواريين. سيلفان بو الحارس كيلعب في مازيمبي، واحد من الفرق الكبيره على المستوى القاري. هناك مامادو باكايوكو لاعب فريق سانترون البلجيكي. هناك لامين جاي كوني 19 كيلعب في لوريون. النجم الواحد اريك بيرترون بايلي المدافع رقم 22 كيلعب في فياريال الاسباني. داك فالكعمر رقم 18 من شتوتغارت. هناك جوفري سيري رقم 20 من سان تيتيان. اسماعيل ديوموندي لاعب مهاري في الوسط. هناك جون ميشيل سيري من نيس. هناك سالومون كالو المجرب هيرتا برلين المانيا. هناك لاعب فريق رين جيوفاني سيو. نضيف كذلك جيرفينو نجم فريق روما. هذا القيمه الفنيه ديال اللاعبين الايفواريين. بطبيعه الحال المدرب ميشيل دوسيي نادى تقريبا واحد 5 حتى 6 لاعبين اخرين لا يتجاوزون 20 21 سنه، وترك اللاعبين المتالقين في الدوري الايفواري على اعتبار انه المنتخب الايفواري المحليين كذلك يستعد للاقصائيات الخاصه بكاس افريقيا للمحلي التي ستدور مثل السنه القادمه برواندا. كره ايفواري مسخلصه بشكل سريع. شوف يلا يا كريم يمر جميله. شوف اسلوب سلس روعه في الاداء. يلا يا برادة ازداد ضعيفه، كنقول ضعيفه في الحارس سيلفان بوهو. نتوسم كل خير فريق وطني بان يتحدث عن مستوى العطاء، لانه يعني يمكن نقول غياب طويل للكره المغربيه على مستوى التالق على المستوى القاري. حتى التاهل لنهائيات كاس افريقيا ماشي هدف في حد ذاته، لانه تقريبا في الدورات 6 الاخيره خرج مبكر الكره المغربيه من الدور الاول في النهائيات كاس افريقيا الامم، شيء لم يعد مستساغ من طرف الانصار والجمهور المغربي الذي يحن للعوده مجددا للبوديوم الافريقي، انه غياب تقريبا ديال 39 سنه بعد جيل فرس وسيله والساز وباقي العشرينات القرن الماضي. غبنا طويلا، وبامكان بدر الزكي منذ 11 سنه صعد مع الفريق الوطني للنهائي تاريخي براديس امام نسور قرطاج والذي انتهى تونسيا ب2-1. من تلك الحقبه ومن ذلك الجيل بقي فقط القيدوم والمخضرم حسين خرجه الذي يعول عليه الزكي لإعادة التوازن للفريق الوطني. كرة مغربية، هناك الحارس منير محمدي نجم فريق نومانسيا في الدوري الليغا بالقسم الثاني. كرة في طريق نبيل ضرار، ارتقاء، هناك إريك بيرترون بايلي قريب منه لاعب ضرار من جديد وتماسي بهذا الفريق الوطني. يمكن نصدق قتل امامكم إريك رقم 22 سنه لهذا اللاعب الوحيد
نجم فريق فيا ريال الاسباني، الفريق الذي لم يعد صغيرا في دوري الليغا الاسباني. كره مغربيه، هناك فؤاد شافق لاعب فريق لافال، رجل لرجل. هذا هو الاسلوب الذي يتبعه المدرب ميشيل دوسيي. العربي يروض ثلاثه لاعبين فيالا وحول المرور، انما ضغط بريسينغ، ضغط متقدم يفرضه الفريق الوطني. هذا اسلوب يمكن نقول متشابه كعطاء بالرضا، يمكن نقول بهذه العباره يخيط دفاع منتخب الكوت ديفوار وارتباك. والدليل هذه التمريره الطائشه وهذا الابعاد الطائش. زكى امامكم اشياء عديده تتراقص في مفكرة هذا المدرب. يعي جيدا بأنه يحمل فوق كتفيه منتخب نعو كثيرا وآمال كثيرة يعني نتوسمها في الفريق الوطني. العودة مجددا لدرب التألق، خصوصا أنه الآن هناك جيل ذهبي، يمكن نقول جيل ذهبي من اللاعبين، لاعبون كثر مغاربة، الكثير منهم على مستوى عالي من المهارة والجاهزية، فقط ينتظرون شبه دعوة للالتقاء، شبه دعوة للوصول للفريق الوطني والدفاع الألوان الوطنية الغالية. كرة لكريم أحمدي يمر للوسط، الحكم يعطي ضربة خطأ، الحكم يعطي ضربة خطأ، الحكم يعطي ضربة خطأ للفريق الوطني. هدف روح رياضية كبيرة. قلت في بداية المقابلة القوة الكبيرة ديال منتخب كوت ديفوار فضلا على المهارة ديال اللاعبين واللياقة البدنية العالية. منتخب لا يلعب بخشونة، منتخب لا يلعب بخشونة. هذا هو السحر والجمال ديال هذه المقابله، الجماليه ديال هذه المقابله امام منتخب هو مرجع بالرغم من غياب لاعبه الاسطوري، واحد من لآلئ كرة القدم العالمية في العشر سنوات الأخيرة، العملاق يايا توري الذي ربما يفكر بالاعتزال الدولي وهو في سن 30. شوف التفكير لاعب، انما هناك الان مساعي كبيره من طرف الجامعه الايفواريه واللاعبين اللي عندهم وزن في المنتخب الايفواري والجمهور الايفواري والصحافه الايفواري للضغط على هذه الاسطوره ليعدل عن قراره والبقاء ضمن فيلة كوت ديفوار. تريون مثلث جميل، اخراج كره مساحه ضيقه، كونتر اتاك سريع للكوت ديفوار، المرور عبر الاطراف، جون ميشيل فيري، والحكم يقول ضربه خطا، الحكم يقول ضربه خطا لفائده لاعب سالومون كالو، واحد من المجربين 30 سنه. هذه المقابله رقم 93 لهذا المخضرم، 93 لهذا المخضرم. كونترو، شوف لامورتي مشى جيرفينيو محاصه لاعب وديع، هو مدافع انما بتوابي الهجوم، لاعب رقيقي بلغه كره قدم رقيقي، يعني باش توجد مدافع كيف ما بغى يكون مركزه في الدفاع ويلعب بهذه السلاسه وبهذه الانسيابيه وبهذه اللمسه الساحره كتوفر شفيق فؤاد شفيق امامكم اللي كما قلت مقطع الرسميه بالنواجذ في الفريق الوطني للمكان في غالي وغالي جدا. كره ايفواريه تمشي من عند محاول مرور من الوسط، انما يمكن نقول زكي، يمكن نقول زكي اقفل كل الممرات. فرصه للفريق الوطني، تريونغ صحيح، شنابيل ديرار يمروا، يلا يا عربي، يلا يا عربي، يلا يا عربي، العربي العربي يضيع هنا. الشيء الصعب هو اللي كيقوم به العربي، انما الشيء السهل هو اللي ما تيقومش به العربي. يقرب من المرمى، فكر انه يراوغ اكثر من انه يفكر، يسرع الخطوات ويوصل باقصى سرعه ممكنه لمرمى الحارس سيلفان. الحكم يعطي ضربه جزاء، واش ضربه جزاء ولا ضربه مرمى؟ اظنها ضربه مرمى على اي، فيما اصابه العربي لا مقربه خارج في الاوت، خارج المستطيل. انا كون كريم زياش امكانات واعده لهذا اللاعب الواعد، امكانات واعده لهذا اللاعب الواعد. هنا نبيل ضرار وكان تدخل فيه شويه ديال الخشونه ديال الحارس سيلفان كبوهو، انما الصفر اللي مثليه هو الاقرب للتسجيل في 4 ديال المناسبات هو الفريق الوطني، والافضل نسبيا في المقابله هو الفريق الوطني. فرض اسلوب لاعبه دفاعا وهجوما. بطبيعه الحال هدف الفريق الوطني يمكن يخرج هذا المنتخب كوت ديفوار، ما نقولش ما مكانش، انما لعب باحتراس كبير على المستوى الدفاعي، منتشر بشكل صحيح، ولعب دفاع متقدم، ولعب يعني واحد بريسينغ، واحد ضغط عالي جدا. ولا اعتقد ان منتخب كوت ديفوار بالرغم من منسوب اللياقه البدنيه العالي لا اعتقد انه غيلعب 90 دقيقه بهذا الاسلوب، لان الفريق الوطني رافع من ايقاع المقابله. وهنا اللمسه التي لم تهدينا هدفا، اتمنى ان ياتي سريعا، او
الفرص متواصله للفريق الوطني. اثرت حفيظه المدرب ميشيل دوسيي، اثرت حفيظه المدرب ميشيل دوسيي المدرب الفرنسي الذي التحق لثاني مقابله للمدرب الفرنسي بعد مقابله سيراليون اللي هي اخطائيه ديال كاس افريقيا الامم 2017 اللي غتكون بالكابون. هذه ثاني مقابله. هذا المدرب اللي حل خلفا المدرب رينار، مواطن رينار الذي يدرب حاليا فريق ليل الفرنسي. ضربة مرمى إيفوارية، دقيقتان تقريبا توقعت فيها المقابلة. ارتقاء لزهير فضال، كرة في الوسط، يعني تقارب كبير على مستوى التموضع في الملعب. ما نقولش تخوف، انما صرامه تكتيكيه. كل مدرب عنده اسلوب، انما تشابه كبير في المنظومه التكتيكيه لكلا المدربين. ونذكر من جديد القاسم المشترك ما بين زكي ودوسيي المدرب الفرنسي ديال المنتخب الكوت ديفوار، نفس السن، من مواليد 1900، كلاهما مواليد 1959 وكلاهما حارس سابق. فقط زكي عنده امتياز انه كان حارس دولي تقريبا اكثر من 10 سنوات في الفريق الوطني، والمدرب الحارس ان صح هذا التعبير ميشيل دوسيي ما مرش فرق كبيره في الدوري الفرنسي لكره القدم. وحتى كمدرب يعني مشى كان في منتخب غينيا وكان مساعد ديال المدرب اونري ميشيل في المنتخب ديال كوت ديفوار في 2006 في مصر، ومشى المنتخب بيني ولا معمر طويلا. اليوم يتواجد في مهمه تبدو صعبه لان منتخب كوت ديفوار يلعب الاخر تحت الضغط. المنتخب لما يكون يتوفر لاعبين بامكانات كبيره يلعبوا تحت المجهر وتحت الضغط، ضغط الصحافه وضغط النقاد وضغط المناصرين. كره ايفواريه، نزل ايقاع المقابله نسبيا، انما تكتيكيا مقابله يمكن نقول شرسه فيها اختبارات كثيره وتنويع اساليب اللعب. هذه المقابله اللي يمكن نقول انتظر الفريق الوطني طويلا، والربط الوسط بلاعبين محوريين في الاسترداد. الامر يتعلق بنبيل ديرار وبالاحمدي، وكلاهما يمارس على اعلى مستوى. احمدي نجم فريق فاينورد ونبيل ديرار نجم فريق موناكو، لاعبان امكانات رهيبه، راسيه شميله لكريم، تبادل كروي. شوف لا كونترول شاب وانما هذا ايريك يمكن نقول جوهره بهذه العباره، جوهره في دفاع منتخب الكوت ديفوار. شوف جيرفينيو مجرب واحد من المخضرمين على المرور، ممنوع المرور هو الشعار الذي يحمله فؤاد شفيق الذي لا يشفق بالتاكيد على حال جيرفينو، عميد واسطوره كره القدم ايفواريه. جيرفينو يخترق وحاول المرور، كيف السبيل للمرور والفريق الوطني يمكن نقول الان متلاحم لحمه واحده وواحد الروح عاليه، وحتى المدافعين والمهاجمين ولاعبوا خط الوسط كاين واحد تجانس كبير. واللي قلته بهذه المقابله واللي حاصل الان يمكن الملعب مع بدايه الجوله الثانيه غيكون مملوء على الاخر. نقول الالاف من الطلبه والعمال والموظفين يلتحقوا لمناصره ولمؤازره الفريق الوطني الذي يحظى بطبيعه الحال متابعه كبيره من طرف الجمهور المغربي الذي يتوق لمعرفه جديد الفريق الوطني. كره للاعب كونستون جوكبا من جديد في الوسط عند العربي، الكونترول صحيح انما العربي يلزم يتخلص من الزياده. هذه اشياء لا تعطي الاضافه. اشرف الزهر في الالتقاط، ممر يمكن نقول الزهر يفعل العجب العجاب في الممر الايسر ديال الفريق الوطني. لاعب يمكن نقول بهذه العباره يمكن يتجهد، قد تشوف الطريقه باش كيلمس الكره، باش كيمرر الكره وباش كيسدد الكره. يعني عنده واحد هو مدافع ولكن بحيث هجومي رفيع كره، ولكن بحيث هجومي رفيع كره. الحكم التونسي يتابع كل كبيره وصغيره. يوسف سريري 39 سنه، هادئ ضربت يمكن الكره، يمكن الحل يجي كره ثابته هنا نسل بين لاعبين. والخطا واضح لكونستون جوكبا لاعب خط وسط ميدان منتخب الكوت ديفوار. ضربه خطا هناك في التنفيذ في الموعد تقريبا الان يمكن نقول 45 حتى الى ما اقول اكثر 40,000 مناصر الان يتواجدون بملعب ادرار الذي سيحتضن الاثنين القادم. في نفس التوقيت مقابله اخرى للاسود تدخل ضمن اجنده اتحاد دولي كرة القدم، والخصم القادم هو منتخب غينيا اللي كيتشكل بواحد 80% من اللاعبين يمارسون بالدوري الفرنسي بالقسم الاول والثاني. اختبار اخر
كبير للفريق الوطني، واستغلال ما يمكن استغلاله كعطاء وظروف، يمكن نقول بهذه العباره ظروف الفريق الوطني هيئت له كل الظروف ليكون فيها لوجيستيكيا وماديا، استراتيجيه الجامعه كنقول موفقه، كل ظروف الراحه والاستعداد وتهيئ فريق وطني بكل ما تحمل الكلمه من معنى هي موجوده. الكره الان في ملعب الاداره التقنيه وفي الملعب ديال يلزمهم يرجعوا الاعتبار الفريق الوطني والكره المغربيه والعوده من جديد للمنصات. انه الجمهور يعني الرائع، شوف الجمهور الاكاديري الرائع الذي الان طريقه الهولا الاسبانيه، وفاء كبير من المناصرين للفريق الوطني. الفريق الوطني هو بطبيعه الحال لجميع المغاربه، الفريق الوطني يلعب في كل مدن الوطن. جيرفينو صعبه يمكن اعتبر اخطر فرصه للمنتخب الايفواري. كره الطريق العربي، شوف بيرترون يعني لاعب رهيب 20 سنه، انما امكاناته الرهيبه للاعبين، بعض اللاعبين الايفواريين. قلت وفاء كبير من المناصرين والجمهور الاكاديري في الموعد، نقول آلاف من الهواتف النقالة مشتعلة الآن تضيف رونقا وجمالية يمكن نقول فرصة متتالية لمنتخب كوت ديفوار. كرة مغربية مشات عند منير عبيد، ما شاهدتوش في هذه المقابلة، انتهى الوقت القانوني، تم إضافة دقيقتين. يمكن نقول منير عبيدي ما شاهدتوش في هذه المقابلة. هو قلت بأنه يلعب وراء امام خط الدفاع مباشره، اي وراء كل من او بين الاحمدي ونبيل درار، انما يمكن عنده دور دفاعي اكثر منه هجومي. انما وحتى الان ننتظر دخوله بشكل كبير في المقابله. فؤاد شابير لامورتي جميله بمرات تدخل مامادو باكايوكو، ترجع من جديد وابعاد ولا شيء غير ذلك. عصام في المكان المناسب، شوف على روتاسيون، شوف الطريقه باش تدار مع الكره وباش تخلص من الرقابه. لاعب بامكانات رهيبه، سالومون كالو امكانات رهيبه، يمكن يسدد خطيره ديال لامين جاي كون يلعب فريق لوريون. اول اختبار يمكن نقول فرق 5 دقائق، ضغط طفيف للايفواريين على الفريق الوطني بعد ما كان الفريق الوطني هو الافضل على امتداد 40 دقيقه منذ بدايه المقابله تقريبا حتى الدقيقه 40. انما الان شوف دفاع متقدم يفرضه المنتخب الايفواري، نفس الاسلوب يفرضه الفريق الوطني لما تكون كره ايفواريه. هذا يعطي الانتباه، اسلوب متشابه، وقلت ذلك اكثر من مره على امتداد دقائق هذه المقابله. هو اختبار قوي والملاحظه كذلك وانا منتخب الكوت ديفوار يلعب بنديه بتنافسيه عاليه، انما بدون خشونه. هنا القيمه الفنيه والقيمه المضافه اللي يمكن يعطيها المنتخب الايفواري في هذه المقابله امام المنتخب الوطني. ونذكر بان هي المقابله رقم 14 ما بين المنتخبين في التاريخ الرياضي منذ سنه 1969 حتى الان. تنتهي الجوله الاولى بخيوط امل، يمكن نقول تبعته على التفاؤل. شوط اول شاهدنا فيه ميكانيزمات، شاهدنا فيه تنويع اسلوب لعب، انما افتقدنا فيه للهدف. كان على الاقل الفريق الوطني ينهي الجوله الاولى واحد 2-0 الا ما اقول اكثر. بوادر يمكن نقول جد مشجعه ننطلق ما هو افضل في الجوله الثانيه في هذا النزال الذي يعتبر حقيقي للاسود امام فيلة الكوت ديفوار. القاكم سيداتي وسادتي بعد 15 دقيقه من الان، الى اللقاء. Maroc Télécom, partenaire officiel de l'équipe nationale. من جديد ارحب بكم سيداتي وسادتي مباشره من ملعب أدرار بمدينه اكادير. لم تنطلق بعد الجوله الثانيه من هذا النزال المثير والمهم والحقيقي للفريق الوطني امام منتخب مرجعيه كبيره على المستوى القاري ويمكن قلت على المستوى العالمي. للقيمه الفنيه للجوله الاولى تبعت على الاطمئنان وتبعت على الارتياح، ما افتقدناه فيها هو هدف الذي قد يفتح الممر نحو مرمى الحارس سيلفان قبوه الذي انقذ هو والدفاع. وصل امامكم إريك بايلي نجم فريق فيا ريال الذي يستأثر في الرتبه الاولى في الدوري الليغا الاسباني لكرة القدم، وفي مفكرة الساكي
تتراقص عشرات الخيارات لإيجاد فريق وطني بنجاعة كبيرة. صحيح لقاءات كثيرة ودية خاض الفريق الوطني على امتداد عام و4 شهور هي المده اللي خدا فيها الزكي الفريق الوطني، والبدايه مع فرق منتخبات متباينه العطاء امام موزمبيق والانغولا وزيمبابوي، ونضيف ليبيا وقطر وكينيا والبنين وروسيا والاختبار الكبير اللي كان امام الاوروغواي، ونضيف المقابله الاولى الاقصائيه في المجموعه الرابعه في كاس افريقيا للامم، والفوز الصعب هنا في هذا الملعب امام ليبيا ب1-0 والعوده ب3-0 من ساو تومي. ترقب المباراه القادمه امام هي مقابله فاصله العابره للمجموعتين في اقصائيه كاس العالم امام منتخب غينيا الاستوائيه ما بين 12 و 15 من الشهر القادم. اذا كما قلت زكي وسع قاعده الاختيارات ديال اللاعبين ليكون في الموعد، والمدرب ميشيل دوسيي الفرنسي في ثاني مقابله له والاولى وديه مع فيلة كوت ديفوار خلفا لمواطني رينار الذي التحق بالدوري الفرنسي لكرة القدم، هو المدرب الذي فاز بلقبين كبيرين مع الكوت ديفوار للأمم بطبيعة الحال مع منتخب زامبيا ومع كذلك منتخب الكوت ديفوار. إذا تغييران في دفعة واحدة سيقدم عليهما المدرب من 3 ديال التغييرات، سنعاين من سيدخل مكان من 3 لاعبين. هناك اللاعب رقم 11 هناك اكبو جون دانيال لاعب فريق تولوز الفرنسي اللي حمل رقم 11، وهناك كذلك سايدو دومبيا لاعب فريق سيسكا موسكو، ونضيف كذلك اللاعب الذي يحمل سيمون ديسيري ديلي لاعب فريق سلافيا براغ تشيكي. 3 تغييرات طبيعة الحال دوسيي في غياب بعد قطع الغيار وبعض اللاعبين الرسميين في المنتخب ديال الكوت ديفوار، فسح المجال لبعض اللاعبين الشباب والكثير منهم لا يتجاوز 20 سنه، ومن ضمنهم المتالق اريك بيرترون بايلي اللي كيحمل رقم 22 واللي كيلعب في الدوري الاسباني اللي كره قدم. 3 تغييرات 3 ديال التغييرات بطبيعه الحال قلت ذلك في الجوله الاولى، ما يمكنش المنتخب الايفواري بنفس التشكيله يلعب 90 دقيقه بداك البريسينغ العالي باش يعني ضغط عالي باش بدا المقابله باش يخلق انفاس فريق وطني، ولكن الفريق الوطني يمكن نقول تفوق في الجوله الاولى، تفوق كتكتيك وكعطاء وكمنظومه لعب، انما افتقد للمسه الاخيره اللي يمكن تعطي الهدف. 3 ديال الفرص حقيقيه للاعب العربي وفرصه للاعب الاحمدي، واللي يمكن نقول خلالها انهزم خلال الحارس سيلفان كبو، ولكن انتحر المدافع لامين جاي كوني لانقاذ مرمى منتخبه من هدف محقق. كره ايفواريه تمشي عن اريك بايلي. باي سيناريو ستدور الجوله الثانيه؟ باي سيناريو ستدور الجوله الثانيه؟ ونضيف المنتخب الايفواري والاخر تترقب مباراة فاصلة تمهيدية قبل الدخول لدور مجموعة كأس العالم، وينتظر الفائز في مقابلة ليبيريا وغينيا بيساو. الاختبار يبدو سهلا، إنما المنتخب الإيفواري اللي سبق له تأهل 3 مرات كأس العالم ومشى 17 مرة نهائيات كأس افريقيا الأمم، وفاز 2 ديال الألقاب التاريخية، ومنهم مرة عشرات اللاعبين والكثير منهم ترك البصمه في الدوريات الاوروبيه. كره مغربيه، محاوله للبحث عن المنفذ، عن ممر يمكن يخلينا نتنفسوا الصعداء ويلعب الفريق الوطني باريحيه اكثر، انما كمنظومه لعب كتكتيك كاداء الفريق الوطني واقف في المقابله وفرض اسلوبه في المقابله امام خصم يلعب اسلوب سهل ممتنع، اسلوب على شاكله سهل ممتنع ملتقطه بشكل صحيح، مشات عند براده. هذه الزياده يمكن نقول هذه الزياده والاضافه بلغه كره القدم. كره بهذا الشكل ما يلزمش تضيع اللاعب براده وكيضيع مع الهجوم الخاطف للفريق الوطني. زهير فضل لاعب فريق ليفانتي، محطه تعديد اللاعبين
المسؤولين. هذا هو حال لاعبي كره القدم اليوم هنا وغدا هناك. انما المهم هو البحث عن الرسميه، البحث عن الرسميه. والمنتخب الايفواري وصل للمغرب عبر دفعتين. الدفعه الاولى تشكلت من المسؤولين والطاقم الاداري والتقني واللي حل مدينه اكادير يوم الاحد الماضي، ومن بعد ذلك تباعا يصل نجوم الفياله ولاقوا ترحابا كبيرا من طرف المسؤولين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ومن طرف في مقر اقامتهم هنا في مدينه اكادير لتمر هذه المقابله في ظروف مريحه جدا. يمكن نقول ملعب ادرار ممتلئ تقريبا ب 95%. يمكن نقول الان عدد الجمهور اللي حضر 40,000 مناصر، ولا زال المئات يتوافدون على ملعب ادرار لمؤازره الاسود في هذه المقابله. كره مغربيه، لامورتير فعل يلعب شفيق، لاعب سلس وكأن به جناح وليس بمدافعين، ما شاء الله يلعب باسلوب سلس واخذ الرسميه بجداره واستحقاق. هذا فضال يلعب مكان الغائب الكبير بن عطيه تمثل للشفاء، وتابع بن عطيه تابع الفوز العريض من المدرجه بطبيعه الحال بملعب ارينا، تابع الفوز العريض للبايرن في الدوري الالماني امام دينامو زغرب الكرواتي في عصبه الابطال، والذي انتهى بافاريا ب5 مقابل لا شيء، ب5-0 لفائده عمالقه بافاريا. كره مغربيه، الكونتر صحيح لكريم، تمشي لعند براده يمر جميله، مشى انطلق العربي امامه سالومون كالو، انما الحكم يعطي ضربه خطا. واعتقد يمكن لاعبو كتر يمكن ينفذوا هذا الخطا من هذا المكان. يمكن نقول براده، نضيف كريم زياش، ويمكن يمشي حتى نبيل زعر. يعني يمكن نقول مجموعه من اللاعبين يجيدون، يعني اشرف الزهر عفوا، لاعبون كتر يجيدون التسديد من هذه المسافات، مسافه يمكن نقول قريبه نسبيا، واحد 24 متر على مرمى الحارس كبوهو سيلفان، حارس مرمى فريق مازيمبي الكونغولي، واحد من الفرق المخيفه على المستوى القاري خصوصا بالميدان، وهو الذي اكرم وفاده المغرب الرياضي التطواني في عصبه الابطال الافريقيه بخماسيه مقابل لا شيء. كره مغربيه، الحكم التونسي سريري يوسف يشهر انذارا في حق براده هادئ 25 سنه لهذا الفتى الوديع الذي اخذ تدريجيا يلتقط الانفاس ويعود للتوهج ضمن قلعه اولمبيك مارسيل الفرنسي، وهو الذي اهدر ضربه جزاء في اخر دوره امام فريق PSG باريس سان جيرمان. كريم، هل تكون فال خير؟ كريم زياش يترقب بأن يعطي الحكم صافرة، من سينفذ؟ هل براده؟ هل زياش؟ الأهم المبتغى أن تخترق الكرة مرمى الحارس بوهو سيلفان. براده كريم، من منهما؟ براده يترك الفرصة، يلا يا كريم، جميلة انما علت كرته عارضة مرمى الحارس كبو. زياش نتوسم فيه كل الخير برغم من الاغراءات الكبيرة وبالرغم من الضغط الرهيب الذي فرضته عليه الصحافة الهولندية، بالقلب وبالروح الوطنية العالية اختار القميص الوطني وما احوجنا للاعبين من هذا العيار. ونذكر عنده 4 اهداف مع فريق توينتي في الدوري الهولندي كرة القدم و16 تمريره حاسمه، واعتبر طرف النقاد افضل ممررين الشهر الماضي في كل الدوريات الاوروبيه. هذا لاعب باش يعطي 16 تمريره مليمتريه وحاسمه، لما نقول حاسمه الباس اللي كيعطي الهدف، وعنده 22 مازال ما كملش 22 ربيع، 22 سنه، كل الامل وكل المستقبل امامه. وبطبيعه الحال عيون الذكي ترصد وتطارد مواهب اخرى، ومن ضمنهم اللاعب الواعد فجر الذي فجر مواهبه داخل فريق ديبور تيفو، الفريق الذي مر منه كنور الدين نيبت الذي عمر 8 سنوات، واللاعب الكبير حجي مساعد زكي، واللاعب صلاح الدين باسير. فجر واخرون ينتظرون انصاف الفرص لاخذ مكانتهم في الفريق الوطني. هذا يلعب لمصلحه الفريق الوطني. الزكي عنده اختيارات كثيره، عنده قاعده اختيارات كثيره اللي يمكن تعطيه رؤيه واضحه ورسم خارطه الطريق على المستوى المديين المتوسط والبعيد. يعني اللي عنده امكانات كبيره، والجمهور الرياضي يترقب قرابه 40,000 مناصر
بالرغم من ظروف العمل هذا الحب الجارف للانصار للفريق الوطني، اينما ولا الوجهه، اينما رحل الفريق الوطني في كل ربع الوطن الا ويصادف الحب الجارف والعناق وبالدفء الكبير، لانه يمثل الوطن. الفريق الوطني يمثل الوطن، والوطن يعول كثيرا على الفريق الوطني للارتقاء كعطاء والعوده لمنصه التتويج. يعني الان وغنكرر المره المليون، امكانات كبيره رصدت لكره القدم المغربيه باش ترتقي بالمستوى. ما اقول على الفريق الوطني، اقول على الفرق والانديه والاطر التقنيه اللي كان عندهم اجتماع في بحر الاسبوع الجاري مع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم السيد فوزي القجع مع وداديه المدربين المغاربه. تم فيه النقاش وتبادل الاراء ورسم خارطه الطريق، ويمكن نقول الجلسه اللي يمكن نقول تخللها نوع من العتاب، انه صراحه نقولها صراحه بعض الاطر بالرغم ان عمرت طويلا في الميدان الرياضيه لم تعطي الاضافه لكره القدم المغربيه. نسميو الاشياء بمسمياتها. بعض الاطر ما بقى عندها ما تضيف لكره القدم، الكثير منهم عمر ما بين 20 و 30 سنه، نوجدوه ينط في هذا الفريق ويمشي لمده طويله وعاود يرجع لفريق اخر بدون ما تبان اللمسه. انا لا اعمم طبيعه الحال هناك استثناءات، والاسماء المعروفه والمجتهده والمشتغله والتي تتطور الجمهور الرياضي يعرفها جيدا والصحافه تتابعها جيدا. لا نرمي احدا بالورود ولا نقصي احدا، انما الاشياء تفرض ذاتها، فبذلك يلزم صحوه رياضيه الاطر الرياضيه المغربيه لاعطاء دفعه جديده وفتح المجال للاطر الشابه كذلك لتعانق التنافسيه وتدخل يمكن نقول القلب الحدث وتعطي الاضافه والرجه اللي نطرق بنا في كره القدم المغربيه. واحد الديكليك اللي يمكن يرفع الفريق الوطني ما هو افضل كعطاء ويرتقي بكره القدم المغربيه ونتجاوزوا هذا الخروج الصغير يعني الانديه المغربيه من المنافسات القاريه. يعني هذا موضوع اخر بطبيعه الحال تشتغل عليه الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم، لانه هو المحور هي لا ديريكسيون تكنيك. يعني الاداره التقنيه هي كل شيء، هي الان هناك واحد مجهودات كبيره تبذل كبنيه تحتيه كقوانين منظمه للعبه، هم كل ما يدور بمحيط كره القدم، انما الانشغال الاكبر هو اللي غادي يكون في الاداره التقنيه. نتمنى كل خير الاطر الوطنيه والاداره التقنيه الوطنيه باش تكون قاطره مهمه في سكه كره القدم المغربيه. ارجع للمقابله نص الدقه 54 صفر لمثله بين اسود اطلس وفيلة الكوت ديفوار في نزال رقم 14. تمشي عند عبادي كره في طريقه الزهير، يمكن نقول يلعب بالنار، يمر كره صعبه، شفيق يلتقط، تمشي لعند ديرار، الكونترو غير صحيح، سيلفان في الرقابه وارتباك كبير. شوف الضغط، شوف هذا البريسينغ العالي باش كيلعب الفريق الوطني، والدليل هذا الارتباك اللي وقع للحارس سيلفان كبوهو 26 سنه، واحد من المجربين داخل منتخب الكوت ديفوار. بطبيعه الحال الحكم يعطي ضربه خطا لفائده الفريق الوطني ونترقبوا كل كره ثابته وراء اللاعب حكيم زياش نجم فريق 20 والاكتشاف الجديد. هذه فرصته منح له الزكي مساحات كبيره ليعبر ما في دواخله وليخرج ما في جعبته من عطاءات وفنيات. يلزموا بطبيعه الحال بعض الوقت للاستئناس والانصهار داخل المجموعه، والمؤكد هو انه لقي حفوه كبيره حكيم زياش من داخل كل فعاليات الفريق الوطني، والدليل حضوره لارض الوطن ورفقه بعض افراد عائلته ووكيل اعماله. كره مستخلصه تمشي جميله، يلا يا عربي يمكن نقول بطريقه غريبه، يمكن نقول بهذه العباره بطريقه غريبه العربي يضيع، كيعمل كل شيء الا اللمسه الاخيره. مثلث مغربي، لمسه واحده، ارتباك كبير منتخب كوت ديفوار. برادة ياخذ دور قائد شاف دور كاتر، يعني يعزف بنفس السيمفونيه وعلى نفس الوتر. نترقب هدف متى ياتي. الكونترول غير صحيح،
الكونترو غير صحيح العربي الا بهدف، ما يمكن يتحرر العربي الا بهدف. كره او لا 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 جيرفينيو خطير لما تكون كره برجلو، خطير، عنده امكانات وعنده تجربه وعنده الكاريزما وعنده حتى الثقه في النفس. ماشي سهل تلعب فرق كبيره. جيرفينو مر من فرق كبيره، الان واحد من نجوم كره القدم داخل فرق ايس روما الايطالي، الدوري الايطالي لكره القدم، الذي يستأسد فيه فريق فيورنتينا في الرتبه الاولى ب 17 نقطه. ضربه زاويه واحده من المرات القليله اللي غينفذ فيها المنتخب الايفواري، ضربه زاويه مستخلصه من طرف الديوان، من طرف فضال، ترجع من جديد اعاده البناء من الوسط. هذا كونستانت جوكبا لاعب فريق انتراخت فرانكفورت الالماني، لاعبون بمقاسات يمكن نقول عالميه، مقابله للاختبار، مقابله لاكتشاف بعض المواهب، مقابله لعوده الثقه لبعض اللاعبين الذين غابوا لسبب او لاخر، من ضمنهم براده وبالهنده. كره ايفواريه، الزاويه الثانيه، المقابله مفتوحه على احتمالات كبيره. هذا سالومون كالو 30 سنه، المقابله رقم 83 لهذا اللاعب المحترف بفريق هيرتا برلين الالماني. زاويه اخرى، كالو امامكم 30 سنه، ريال التي يتنفس بها منتخب الكوت ديفوار الى جانب الغائب الكبير اللاعب الاسطوري يا توري. كانت رأسية ديال اللاعب سايدو دومبيا اللي دخل في الجوله الثانيه، والممارس فريق سيسكا موسكو الروسي. 23 سنه بطبيعه الحال لاعب كتر، يعني عمروا طويلا في منتخب كوت ديفوار. البعض منهم اعتزل، من ضمنهم ديديي سكورا اللي حمل القميص ديال كوت ديفوار 123 مقابله وسجل هدف. ثاني لاعب حمل القميص اكثر مرات القميص الايفواري نزيد اللاعب كولو توري اللي كيلعب هذه المقابله، يعني اللاعب كولو توري الغائب في هذه المقابله 114 المقابله وسجل 7 الاهداف. ديدي دروغبا المعتزل، الاسد الايفواري المعتزل 66 مقابله دوليه. هناك سياكا تيان 103، هناك يا توري الغائب 96 مقابله. هذه ارقام لانه العطاء والسخاء ماشي السن هو اللي يقرر في مصير بقاء لاعب ويعمر لاعب لاقصى اطول فتره ممكنه. كره ايفواريه مستخلصه بشكل صحيح، ارتباك نسبي في دفاع الفريق الوطني، انما نبيل ضرار لم يتمكن من المرور، تمشي عند لاعب لامين جاي كوني. والزاويه الثالثه، ثلاثه زوايا في جوج دقائق، هذا يعطي الانطباع بان منتخب الايفواري يلعب بنوايا هجوميه، يمكن نقول نسبيا وتدريجيا خرج من تقوقعه الدفاعي، وان كان يلعب بدفاع متقدم. رأسية جميلة لسايدو دومبيا، البديل الذي دخل في الجولة الثانية، لاعب فريق سيسكا موسكو الروسي. بدأ الكتر، هدف مباغت من كرة ثابتة وفرح أفراد الجالية الإيفوارية المقيمة بالمغرب في حالة انتشاء بعد تسجيل هذا الهدف من كرة ثابتة. جاء الحل، هدف يجي في الدقيقة 60 من هذه المقابلة التي يتابع تقريبا 40,000 متفرج في نزال حتى الآن قبل تسجيل الهدف كان الأفضل فيه هو الفريق الوطني، إنما الآن يمكن نقول دومبيا وسط ذهول، خصوصا كان قريب منه اللاعب زهير فضال الذي كان في حالة شرود ديني، واستغل اللاعب دومبيا الذي يوقع الهدف في الدقة 60. سايدو دومبيا الدقة 60 1-0 الكوت ديفوار متفوق على الفريق الوطني هنا بمدينه اكادير باصابه واحده لا سافر. كره مغربيه تمشي للخط الدفاعي، كره في طريقه لمسه حكيم زياش لم تكن متقونه، وتضيع هذه الفرصه للفريق الوطني. 30 دقيقه سنعاين ماذا سيحدث وماذا سيقدم عليه المدرب الزكي كتغييرات. امامكم مدرب فرنسي ميشيل دوسي، محطات عديده لهذا المدرب، كان لاعبا سابقا بفريق كان وبفريق نيس وبفريق اليس، درب منتخب غينيا في فترتين متباعدتين، وكان مساعدا للمدرب اونري ميشيل في لمنتخب كوت ديفوار في 2006 بدوره بنين، وعاد مجددا في المقابله الثانيه له بعد المقابله الرسميه امام سيراليون اللي اجراها المنتخب
الكوت ديفوار امام منتخب سيراليون بكيب تاون والتي انتهت بصفر لمثله. كره ايفواريه مستخلصه من طرف الاحمدي تمشي عند الفريق الوطني. حكيم زياش اراد التخلص من الرقابه، الحكم يقول اخر لاعب لمس الكره هو اللاعب حكيم زياش. حكيم زياش لاعب فريق توينتي امامكم، اول مقابله لهذا اللاعب، 22 سنه. اذا تغيير سيقع فريق وطني. دخول عمر القادوري لاعب فريق نابولي يدخل مكان برادة. كلاهما صانع العاب. برادة يغادر. روح رياضيه كبيره ما بين برادة والمدرب بدو الزكي، قريب سنه ونصف لإدارة الفريق الوطني، وهو يتمم ما بدأه المدرب الوطني كذلك رشيد الطوسي الذي كان أو رحل مع الفريق الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بجنوب إفريقيا. وبطبيعة الحال بعودة الزكي يمكن نقول عودة الانضباط للفريق الوطني، يمكن نقول الرجل صارم حتى مع نفسه، فبذلك هذه واحدة من الأشياء الجميلة اللي كيتم تشكيلها في الشهور الأخيرة في محيط الفريق الوطني وداخل الفريق الوطني. لا مكان للتطاول ولا مجال للتطاول، والنجم في الفريق الوطني هي المجموعة ماشي اللاعب. كيف ما بغات تكون قيمته وكيف ما بغات تكون يكون الفريق اللي كيمارس خلاله او كيف ما بغات تكون اقدميته في الفريق الوطني، انه النجم في الفريق الوطني هو المجموعه. روح المجموعه هي الطاغيه، وهذا هو اللي كنتوسموا كل خير نتوسموا في الفريق الوطني للعوده مجددا للتوهج. في هذه المقابله يقدم الاقناع، انما يفتقد للمسه الاخيره اللي بامكانها ترسل الكره لشباك الخصوم. يمكن وقال الزكي في الصحفيه لما اختار منتخب كوت ديفوار هو ما كيتخوفش من الهزيمه، يمكن ينتصر كما يمكن يتعادل كما انه بامكانه ينهزم. قال بانه النتيجه، هذا الكلام للزكي، لا تهمه في شيء، لما قال الاهم هو عوده الروح للمجموعه وعوده تجانس المجموعه وايجاد الحلول وانصاب الحلول لمناقشه الاختيارات والاستحقاقات الرياضيه القادمه بثقه اكبر. كره مغربيه، دخول حمد الله، ربما المغادر يكون هو اللاعب العربي، اظنه العربي على اي هدف، مجرد رايي المتواضع، انما الحل والخيار في المفكرات بدو الزكي. ثاني تغيير سيقدم عليه بدو الزكي بعد حين تماس للفريق الوطني، لم يؤشر بعد لاعبان دفعه واحده. هناك يونس بن الهندا لاعب فريق دينامو كييف الاوكراني العائد بعد غياب طويل. يمكن نقول بهذه العباره غريبه امور اللاعب العربي، اللاعب امور العربي يلزمو 10 12 فرصه باش يسجل الهدف. هنا شوف المجهود الخرافي اللي بدا اللاعب. شوف هذا الشافيق شنو عمل، يعني مدافع رائع. قلت انا اللي ما متبع الشافيق، الظهير الايمن ديال الفريق الوطني فؤاد شافيق، يمكن يعتقد بانه جناح، ولكن الصواب هو مدافع ايمن ولكنه جناح ايمن في نفس الوقت. لاعب ما شاء الله بامكانات كبيره ورفق كبير الفريق الوطني. شافيق الظهير الايمن المحترف فريق لافال الفرنسي. حمد الله وبالهندا من سيعوضان من نترقب من سيغادر على اي القادوري خدا مكان بالرادة. خروج حكيم زياش 65 دقيقة، بداية واعدة ما نطلبوش منه كثر. هذه أول مقابلة لهذا الفتى الوحيد ابن بركان الذي يتألق في الدوري الهولندي لكرة القدم. كل المستقبل أمامه، يلقى كل الدعم اللازم من اللاعبين والمدرب والجمهور والمناصرين. خروج العربي 7 ديال الفرص حقيقية، كان على الاخر يكون سجل الاهداف. دخول عبد الرزاق حمد الله المحترف بالدوري القطري لكرة القدم بفريق الجيش القطري امامكم. عبد الرزاق حمد الله بطبيعة الحال نتوسموا في كل خير. هذه المقابلة رقم 15 لحمد الله مع الفريق الوطني بعدما حول الوجهة من الصين للدوري القطري كرة القدم. كرة مغربية تمشي عند منير عبادي، يغير عند عصام عدوى، يحمل شارة العميد في غياب العميد حسين خرجة. غيابات وازنة في الفريق الوطني انما لاسباب متعددة، غياب داكوستا نجم فريق اولمبياكوس اليوناني، غياب بن عطية الذي يتمثل الشفاء نجم فريق الباير، غياب ابرابط
اللي خضع العمليه الجراحيه مدينه روتردام الهولنديه، هو الذي يتالق الموسم الماضي وهذا الموسم مع فريق مالاغا الاسباني. فريق مالاغا الاسباني بطبيعه الحال الذي يضم كذلك النجم الواعد هاشم مسور واللاعب المغربي الاخر تيغديوين، وثلاثتهم يتعذبون في الرتبه 17 دوري الليغا لكرة القدم. وغياب طنان كذلك لاكتشاف الجديد، غيبته الاصابه واصابته لا تدعو للقلق. الاستحقاقات القادمه سيكون حاضرا بمشيئه الله ضمن الاسود. تغيير اخر امامكم على الصوره، سيرج الان اوري لاعب بدون فريق انما عنده ثقه كبيره لدى المدرب الفرنسي ميشيل دوسيي بالهندا. يحاول الدخول ضمن اجواء هذه المقابله التي تصدق 68 الافضل فيها خصوصا في الجوله الاولى وبنسبه مئويه كبيره هو الفريق الوطني، انما على مستوى النتيجه تفوق لفيلات الكوت ديفوار. الحكم التونسي امامكم دولي منذ 2012 مع من يناقش اكثر من لاعب لتهدئه الامور. المقابله تمر في جو رياضي كبير بدون خشونه، فيها نديه، فيها اثاره، فيها تشويق، فيها اشياء عديده، انما نفتقد فيها للمسه الساحره واللمسه المثيره واللمسه الاخيره اللي يمكن تدخل الكره داخل مرمى الحارس سيلفان كبوهو، حارس مرمى منتخب الكوت ديفوار الذي حل خلفا للمعتزل بوباكار باري. كره اللي بالهندا يرسل تدخل، عصام عدوى يضيع ابن الوداد سابقا واحد من اللاعبين الرسميين في السنوات الاخيره في الفريق الوطني، لاعب سبق ان جرب حظه بدوري الليغا، انما الان غير الوجهه للقاره الاسيويه وبالضبط في الدوري الصيني لكره القدم. ارتقاء ليونس، كره في طريق البدر قادوري يعني واحد من اللاعبين ما نقولش قدر الرسميه ولكن يلعب احتياطي ويدخل بين فين اخرى بالفريق نابولي، انما كلما دخل الا وصنع الفريق بتمريره حاسمه. لامورتي غير موفق لبالهندا، تمشي عند دومبيا مسجل الهدف الوحيد في هذه المقابله حتى الان المحترف فريق بطبيعه الحال فريق سيسكا موسكو. تغيير اخر سيرج الان اوري واحد كذلك من تغييرات بالجمله هنا وهناك تصحيح ما يمكن تصحيحه ولتتمه المشوار، انما نترقب رد فعل الفريق الوطني للعوده في النتيجه وتسجيل هدف التعادل على الاقل في هذه المقابله والتي تدور امام قرابه 40,000 متفرج. فييرا ديارا سوبا يمر عبر الاطراف، الشفيق في المكان المناسب. المنتخب الايفواري الان في الجوله الثانيه يلعب بدفاع متقدم، يلعب باقتصاد كحركيه في الملعب، يلعب باقتصاد انما بفعاليه كبيره يراقب رد فعل الفريق الوطني. المنتخب الايفواري الان بعد تسجيل الهدف ديال دومبيا يراقب ماذا سيفعل الفريق الوطني وكيف سيكون رد الفريق الوطني، اللي يلزم الان يرفع الموتيره التنافسيه ومن وتيره الاداء لارغام اللاعبين الايفواريين على الخروج من هذا الانتصار الجيد، ويرغم اللاعبين الايفواريين كذلك على ارتكاب الاخطاء في المنطقه الخلفيه لدفاعهم. كره ايفواريه، الكره في قلب بالهندا جميله تمشي للوسط، الحكم يضرب الخطا، الحكم التونسي سرايري يعطي ضرب الخطا للفريق الوطني بعيده تقريبا 30 متر على مرمى الحارس كبوهو، 30 متر بين الحارس كبوهو. كرة قدم بطبيعة الحال المقابلة لا تنتهي إلا مع الصافرة النهائية، إنما كاختبار واختبار مهم جدا. الأجواء لطيفة على المستوى المناخي الآن في هذه المقابلة بعدما كان الجو نسبيا حار نهارا هنا بأكادير، إنما الآن ليلا يعني الاجواء اللطيفه تساعد على اجراء مقابله في كره القدم في ظروف مريحه جدا في هذا الملعب الجميل وهذا الحضور الوازن للمناصرين والجمهور الاكاديري الذي جاء من كل مكان ومن كل حدب وصوب لمؤازره الاسود كما كان شان في اللقاءات السابقه، سواء امام منتخب ليبيا او امام منتخب اوروغواي او في اللقاء الافتتاحي في هذا الملعب امام منتخب البافانا منتخب جنوب افريقيا. لما نترقبوا هدف ونذكر بانه بطبيعه الحال
لاعبون في مستوى عالي يغيبون على المقابله. تكثر مع اللاعبين الفريق الوطني داكوستا وامرابط وطنان وبن عطيه. في الاتجاه الاخر يايا توري يغيب، ويغيب ويلفريد بوني، ويغيب كذلك ماكس كراديل. ثلاثه لاعبين من عيار كبير في الوقت اللي دروغبا الاسد الايفواري قرر الاعتزال بعدما منح كل امكاناته لمنتخب بلاده الذي توج معه في اكثر من مناسبه. المتولي سيدخل يلعب تقريبا واحد 16 17 18. الان يتلقى اخر تعليمات من المدرب بدو الزكي. مكان من ربما مكان منير عبادي، ربما مكان منير عبادي. على ان سنعين مكان من سيدخل سنراقب تغييرات بالجمله يقدم عليها مدرب بدو الزكي، وكذلك ميشيل دوسي مدرب فرنسي للمنتخب الايفواري لكره القدم. كانت ضربه خطا انما لم تذهب بعيد عن الزاويه 90 اليسرى للمرمى الحارس منير المحمدي، يمكن نقول في راحه تامه اللهم من مناسبه ضئيله جدا. من سيغادر؟ اخطا الان بعض الاخطاء في خط الوسط تمشي عند اشرف الازهر، تمريرته خاطئه، تمشى بالهنده، تدخل الدفاع من جديد في عند منير عبادي. محاوله مع كره الطريقه لزهير فضل لمن يفضل يمرر كره جميله عند حمد الله اشرف الازهر. مكان من سيلعب اللاعب محسن المتولي. سنعين من سيغادر. الاحمدي يغادر. اذا الاحمدي يغادر ويدخل لاعب محسن المتولي يدخل. هذا يعطي الان يمكن نقول بدر الزكي يخرج لاعب خط وسط عنده مهام دفاعيه اكثر من هجوميه، دفع بالمتولي باش يلعب باكثريه عدديه على مستوى العدد وعلى مستوى الهجوم، حتى ولو تعلق الامر بلاعب خط وسط. انما لاعب خط وسط بحيث الهجوم هو الشيء اللي كينطبق على بالهنده. ونضيف كذلك لاعب محسن متولي في الوقت اللي بدر القادوري غادي يلعب خط وسط انما غيميل الجهه اليسرى لانه لاعب كيلعب بالرجل اليسرى ويمكن يسدد، يمكن يمرر، ويمكن يسجل، ويمكن يعطي اللمسه الحاسمه. هذه تغييرات استراتيجيه في المقابله تفرض تغيير اسلوب اللاعب، تنويع اساليب اللاعب. هذه حلول يلجا اليها المدربون لايجاد يعني الوصفه الساحره اللي بامكانها اعاده التوازن للفريق الوطني. كره في الطريقه لشفيق هادئ يلعب باسلوب سلاسه كبيره لهذا اللاعب ورشاقه اكبر بدون خطا. العلامه الكامله نمنحها للمدافع فؤاد شفيق الذي هو متالق في هذه المقابله. ديفونس افونسي، دفاع متقدم لفيالة كوت ديفوار، يرغمون اللاعبين المغاربه التمرير العرضي. هنا الدور لخط الوسط بالهنده والاخرون. تغيير حتى مواقع اللاعبين، حتى بعد ما تم مواقع اللاعبين تم تغييرها. وهذه الاخطاء هنا الضغط يولد الاخطاء هو الشيء اللي حصل الان لبعض اللاعبين في الفريق الوطني. نزل ايقاع المقابله بشكل ملحوظ في الجوله الثانيه، والشوط الاول افضل بكثير مما شاهدناه في هذا الشوط الثاني. هي مقابله للتجريب، هي مقابله لاثبات الذات، هي مقابله للاختبار، هي مقابله للاكتشاف وللتيقن من عطاءات العديد من اللاعبين. كره ايفواريه تمشي للوسط، اسماعيل ديوموندي تمشي العرضيه، محاوله الصعود لسيرج انا اوريي مباشره الحارس كبوهو، يمكن نعتبر كبوهو هو مدافع اكثر منه حارس. هذا بطبيعه الحال هذه استراتيجيه يفرضها المدرب. ما يمكنش حارس يلعب بهذا الاسلوب بدون ما يتلقى تعليمات من المدرب. هو تمشي عند نبيل ديرار يمرر تمريرته خاطئه، كثره التمريرات خاطئه، ويمكن ياخذ انذار. هو الشيء اللي عمل الان الحكم التونسي سريري. هذه اخطاء تجيب ثقه زايده بضيع الكره واخذ انذار. هنا خطا في نفس اللحظه. هذا لا ينقص ابدا من قيمه نبيل ديرار، لاعب امكانات كبيره داخل فريق موناكو. هي المقابله رقم 14 لهذا اللاعب. كره ايفواريه، تبادل في الوسط، الفريق الوطني يراقب
يراقب هذه الثلاثه في الاداء لمنتخب الفيلة كوت ديفوار. استدار كليا هذا جوفري سيري لاعب فريق ستوتغارت الالماني. مشاو الان الاسلوب السادس، يمكن نقول اسلوب واداء كروي متشابه، تشابه كبير او تقارب كبير ما بين الكرتين المغربيه والايفواريه. مستخلص من طرف متولي، تمشي لعند عصام عدوى، ترجع عند نبيل ديرار، فضل من جديد. ماذا سيفضل؟ يفضل الوجهه الممر الايمن، فؤاد شفيق من جديد، تمشي عند عصام. يعني لاعبين بدفاع متقدم، يمكن نقول الان خنقوا قناه الوسط. هذا هو الاسلوب باش مشى المنتخب، مشى تخلص من الرقابه. بلهندا يمرر اشرف الزهر، الزهر امامه كولوار فارغ، يمكن يمرر، يمكن يزيد عنده تاخير السيره، تاخر نسبيا. اشرف الزهر قريب منه، لاعب نبيل ديرار لاشرف، يلا يا اشرف، يمرر، تمريرته ناقصه من جديد. الاحمدي تخلص من الرقابه. الأحمدي اعتقد اللي غادر الفريق الوطني هو اللي قلت اعتقد خطأ بان اللي غادر هو اللاعب الأحمدي، وكاين الصواب اللي غادر هو اللاعب وقلت ذلك قبل، هو اللاعب منير عبادي يدخل مكانه اللاعب المتولي. وتغيير المواقع يصبح لاعب الربط هو اللاعب المتولي الى جانب القادوري يمكن يمشي للممر الايسر، والمتولي ينشط الممر الايمن، وبينهما هناك يونس بلهندا اللي يمكن يقوم بالدور، كان يقوم بالراده. هذا جيرفينيو، هذا اللاعب السريع، لاعب امكانه يقلب مقابله راس عن عقب. شعله تمريره، محاوله تسديد، انما سيرج انا اوريي اخطا الوجهه. اشرف الزهر يستخلص كورته بشكل صحيح، ترجع من جديد عن زهير فضال، يلزم يرفعوا مثيرات المقابله. والمقابله باقي على نهايه تقريبا 12 دقيقه. محاوله المرور، مشى المتولي يمر ليونس بلهندا ينطلق، محاوله تمرير جميله من المتولي، كره طريقه بدر القادوري، ترجع من جهه عند المتولي، محاوله المراوغه، ولكن يجيب تماس. المتولي الان يدخل في 20 دقيقه الاخرى، يستانس مع اجواء الكبار. 28 سنه، السنه الثانيه على التوالي في الدوري القطري لكرة القدم. كرة مغربية تمشي للممر الأيمن، هناك محاولة للتنويم من المقابلة من طرف اللاعبين الإيفواريين. الفريق الوطني الآن كينزل بكل ثقله في المقابلة، ويمكن نقول القلعة الإيفوارية الآن تدافع ولا شيء غير ذلك. كريم الأحمدي لاعب فريق فاينورد شاد في المقابلة، وجميلة من القادوري تمشي عند أشرف الزهر، كلاهما في الدوري الإيطالي كرة قدم، لم تغادر المستطيل، وكانت مطالبه الحكم بضربه جزاء، انما الحكم التونسي السريري كان قريب من العمليه. كره لسالومون كالو، واحد من المخضرمين، هذا لاعب كبير بامكانات رهيبه، يمكن نقول سالومون كالو وجيرفينو لاعبان من عيار ثقيل داخل المنتخب الفيرا للكوت ديفوار. احمدي امامكم 30 سنه، تجربه كبيره لهذا لاعب ما شاء الله ب200 يحرث ارضيه الملعب طولا وعرضا. فيما غادر المقابله منير عبادي اللي يمكن نقول قدم مقابله خارج التوقعات، وما عطاش الاضافه في خط وسط الميدان ديال الفريق الوطني. كره ايفواريه تمشي من جديد عند خط الدفاع، الان محاوله الصعود، انما الاحمدي في الرقابه كان مراقب للاعب ديغو فريسيري لاعب فرقاني اللي كحمل رقم 20. ضغط خفيف للفريق الوطني، انما بدون تجديد نتيجه التعادل او يجسد نتيجه التعادل في رقعه الملعب. ارتقاء لاشرف الزهر، الحكم يعطي ضربه خطا. نبيل ديرار من جديد، لمن كره في طريقه الحمد الله، محاصر تمشي عند الجميله، كان فكره جميله لبلهندا، انما ضغط للفريق الوطني، تنويع اساليب اللعب، كيف سبيل المرور. بلهندا اخطا الوجهه، عملت 1-2 خاطئه ما بين بلهندا واللاعب المتولي. عصام من جديد، كره بطريقه الفضال، اخطاء يعني كان بامكان زهير فضال يعمل كونترول ويكسب الكره عوض ما يسدد خارج الملعب، والفريق الوطني منهزم ب1-0 على بعد تقريبا 9 ديال الدقائق من نهايه المقابله. في الشوط الاول
كنقول استأسد فيه الفريق الوطني، وان كان قد انهاه بالتعادل. ولكن الجوله الثانيه ضغط طفيف في بدايه المقابله ديال في بدايه الجوله الثانيه المنتخب الكوت ديفوار توج بهدف من كره ثابته وقع اللاعب سايدو دومبيا على فريق سيسكا موسكو. انما عدا ذلك المقابله متكافئه وتميل يعني ادنى المستويات تنافسيه على اعتبار رقابه لاصقه وتخوف ما بين لاعبين المنتخبين. والفريق الوطني منهزم يلزمو يرفع من وتيره المقابله باش يخلخل الاستماتة الكبيره ديال اللاعبين الايفواريين. احمدي مقدم مباراه كبيره في الوسط لاعب ربط، لاعب استرجاعي، لاعب هادئ، عنده رجاحه فكر، عنده الكاريزما، عنده الثقه، عنده اشياء عديده اللي تنفع الفريق الوطني. يعني كان احمد هذه المقابله رقم 29 لهذا اللاعب. كره ايفواريه مستخلصه بشكل صحيح، محاوله الصعود، مشى اللاعب سيرج انا اوريي، محاوله المرور، سريع هذا اللاعب يمر عبر الاطراف كيبحث على يضيع الوقت في حركات فنيه يمكن يمتص الدقائق ويمتص حتى الحماس ديال اللاعبين ديال الفريق الوطني. كره ايفواريه، محاوله الصعود، تمرير طرف لامينغي، ترجع المنطقه الخلفيه، كيلعبوا باسلوب سلس بدون اضافه او نقصان. سيمون ديزير ديلي لاعب فريق سلافيا براغ اللي كيحمل رقم 4 مقدم مباراه كبيره. وان كان خروج اللؤلؤه واللاعب الواعد إريك بيرتران بايلي لاعب فريق فياريال اللي قدم مباراه كبيره انما اصيب بتمزق عضلي غادر اثره المقابله. الحكم يقول ضربه خطا ويمكن ياخذ انذار. زهير فضل غياخذ انذار، كان عنده تدخل خشن في حق جيرفينيو. زهير فضال لاعب فريق ليفانتي يتدخل في حق جيرفينيو امامكم، نجم فريق واحد من اللاعبين الجيدين في الدوري الايطالي لكرة القدم اللي كما قلت الدوري الذي يستأسد فيه فريق فيورنتينا في الرتبه الاولى 17 نقطه بنقطه واحده. فريق الانتر متواجد في الرتبه الثانيه 16 نقطه. في اسبانيا بطبيعه الحال فيا ريال رتبه اولى. خرق الحدث وترك الكبار في الوراء، ترك ريال مدريد وسيلتا فيغو فريق برشلونه الذي بدأ بداية مختلفة تماما عن السنوات الماضية. كرة جيرفينيو مستخلصة بشكل صحيح طرف زهير فضل، كرة في طريق الحمد الله، مشى المتولي من جديد عند حمد الله ضائعة. يمكن فكر في رجل الخصم اكثر من انه فكر يلتقط الكره وكتمشي للفريق الوطني. اسماعيل ديوموندي يمر للوسط، تبادل كروي. الفريق الايفواري يمكن نقول تينوم المقابله ويستفيق على هجمات خطيره. هذا العميد جيرفينيو يرجع كره للوراء عند هناك جون دانييل اكبو لاعب فريق تولوز. يعني اللمسه الواحده وبالتالي الفريق الوطني يمكن نقول غابت عليه في هذه المقابله. يمكن نقول الفريق الوطني قام بكل شيء الا النجاعه الهجوميه. افتقد للمسه الساحره، افتقد لهداف يمكن يشم الهدف بلغه كره القدم، يشم الهدف لانه العربي يمكن 4 6 حتى 7 فرص كان على الاقل يسجل 2 منا والشيء اللي ما حصلش. تخلص من الرقابه، يلا يا قادوري راهو الرابع يمرر. قام بكل شيء الا التمريره الاخيره، تجاوز 4 ديال اللاعبين ايفواريين انما تمريرته تجاوزت حمد الله وتجاوزت اللاعب المتولي مشى يمكن نقول كيلعب الان كجناح مزور لانه يجيد الاختراق. يمكن يكون عنده دور اما ثنائي او مثلث ما بينه وما بين فؤاد شفيق الظهير الايمن ولاعب الربط في الجهه اليمنى في خط الوسط في الفريق الوطني في الجوله الثانيه اللي دخل مكان بالرضا اللي هو اللاعب يونس بالهندا. اذا تغيير اخر في الفريق الوطني، تغييرات بالجمله. هذا سالمون كالو يغادر والاخر الملعب على اعتبار هذه فرصه لكلا المدربين يعني فسح المجال للعديد من اللاعبين والاستئناس مع المنافسات. فبذلك لانه لقاء ودي من عيار كبير سيكون مهم لكلا المدربين لاعطاء يعني الخروج بعض الخلاصات قبل الدخول في الاستحقاقات الرسميه
القادمه. الوقت يمشي، المقابله تمشي بسرعه نحو النهايه. نصل للدقيقه 86 1-0 لفيلة الكوت ديفوار في هذا النزال الودي رقم 14 في التاريخ الرياضي للمنتخبين ما بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الايفواري. مقابله يمكن نقول اجمالا اعطت صوره واضحه عن مستقبل الفريق الوطني، عن الاداء اللاعبين، واظن بانه الزكي والطاقم المساعد له دون كل كبيرة وصغيرة للخروج بخلاصات وتصحيح ما يمكن تصحيحه تتمة للعمل الذي بدأه منذ سنة و4 ديال الأشهر في إما تمريرات المتولي، أخطأت الوجهة، ضغط للفريق الوطني حامل الكرة، تمريرة عبر الأطراف. قلت بناء فريق وطني بطبيعة الحال ما غيجيش بين عشيه وضحى، يلزم وقت وترميم ما يمكن ترميمه وفسح المجال اكبر عدد من اللاعبين لايجاد يعني التوليفه المناسبه. انما عمل كبير ينتظر الفريق الوطني خصوصا على المستوى الهجومي، اشياء عديده رتبت على مستوى خط الدفاع وخط الوسط. على مستوى الخط الهجوم بطبيعه الحال البحث لا زال طويلا للمدرب بدر الزكي على بعض اللآلئ وبعض الجواهر اللي يمكن تعطي الاضافه للخط الامامي للفريق الوطني، لانه يتم البناء الهجومي، يتم تنويع اسلوب اللعب، يتم الضغط على الخصم، انما نفتقد اللمسه الاخيره اللي يمكن تعطينا هدف. والشيء اللي وقع في الجوله الاولى اللي كان على الاقل ينهي الفريق الوطني بواحد ما نبالغش الا قلت ب 3-0، انه الفرص كانت 6 ديال الفرص قريبه للعربي، وفرصه مهمه للاعب الاحمدي اللي راهو الحارس، وكانت كره شاقه طريق المرمى. انما المدافع الواعد بايلي لاعب فريق فيا ريال انقذ مرمى فيلة كوت ديفوار من هدف محقق. كره مغربيه تمشي عند بدر عند القادوري محاوله للمرور، يمرر تمشي عند اشرف الازهر، يا خيط دفاع منتخب كوت ديفوار، يمرر تنزل عند عصام يسدد، انما ضغط رهيب الفريق الوطني ويسدد من جديد. ضغط رهيب للفريق الوطني، انما تماسك ديال المنتخب الايفواري، تماسك ديال المنتخب الايفواري، سمه كبيره المنتخب الايفواري، نماذج كثيره على مستوى حلقات الراس لكل لاعبين يعني طريقته الخاصه. هذه واحده من الموضات التي اجتاحت الملاعب العالميه حتى المشاهير رايين هذا شان اللاعبين. فيما كان امامكم لامين جاي كوني، الامر يتعلق بلامين جاي كوني لاعب فريق لوريون الفرنسي. الوقت يمشي بسرعه، نص الدقيقه 89 1-0 لمنتخب الكوت ديفوار. نذكر في التاريخ الرياضي بين المنتخبين 4 ديال الانتصارات للفريق الوطني، 5 لمنتخب الكوت ديفوار و4 ديال التعادلات. كره ايفواريه، الحاكم يقول تسلل للجيرفينيو. تحكيم هذه المقابله ثلاثي تحكيم تونسي من الشقيقه تونس، الحكم السريري يوسف 39 سنه. ديال المقابله الرابعه التي يقود فيها الكره المغربيه كطرف بعدما قام تحكيم لقاءات تخص انديه المغرب التطواني والفتح الرياضي والفريق الوطني الشبان. وهذه المقابله الرابعه، كره لالان سيرج اوريي، شفيق فؤاد شفيق يلتقط، ينفذ التماس بسرعه، تمشي عند عصام الزهير. فضل ماذا سيفعل؟ محاولة كان قريب منه اللاعب مروان سعدان لاعب فريق الفتح الرياضي، محاولة المرور، انما هذا الداهية جيرفينيو. قلت مروان سعدان فسح له المدرب بدر الزكي والاخر فرصة للاستئناس مع اجواء الكبار. كره شوف الضغط ديال المنتخب الايفواري بربعه 3 اللاعبين، 4 اللاعبين كضاغطين على حامل الكره. هو اللي ما نقولش من المقابله، ولكن حد نسبيا من الفعاليه ديال الفريق الوطني، لان المنتخب الايفواري ناضج على مستوى يعني الانتصار في الملعب، نضج كبير جدا للاعبين الايفواريين، كانتشار في الملعب، كقراءة للخصم، كتنويم المقابلة، الاستفاقة لما تدعو الضرورة لذلك. انما منذ ان سجل الهدف نزل من وتيرة المقابلة وبدا كيراقب الامور عن كتاب. كرة لجون ميشيل سيري لاعب فريق نيس الفرنسي 23 سنة، شق طريقة للخط الامامي، الكونترول صحيح، يغير اسلوب سلس. هذا الان سيرج
الان سيرج. شوف اللياقه البدنيه، شوف الاحتكاك، شوف اللياقه البدنيه. كما قلت المنتخب الايفواري بالرغم من البنيه الجسديه الكبيره ديال اللاعبين والقويه انما كيلعبوا بدون خشونه يلعبوا باسلوب سلس. زهير فضل هذه المره اللاعب نبيل ديرار تمشي لعند من جديد القادوري حمد الله يمكن ما دخلش في المقابله. حمد الله من جديد، يعني بعض اللاعبين يمكن قلت عطاتهم اكثر الحظوظ في الفريق الوطني. البعض بطبيعه تعطاتهم حظوظ كثيره انما لم يقنعوا البعض اللاعبين، انما هناك اخرون اقنعوا ونتوسم فيهم كل الخير. واظن بان بدر الزكي عنده معايير كثيره يعتمدها لابقاء على هذا اللاعب وابعاد اخر وفق قناعاتي الشخصيه. كره مغربيه تمشي جميله للوسط، هذا المتولي راوغ بل هذا بالهنده ضائعه بالرغم من المجهود الكبير ديال اللاعب نبيل ديرار امامكم. المقابله رقم 14 والترقب. لاحظوا الصغار سن اللاعبين الايفواريين كما قلت. ميشيل دوسي المدرب الفرنسي فسح المجال لواحد العديد من اللاعبين اللي ما كيتجاوزوش 20 21 سنه. نظن بانه اختبار هذا محك حقيقي للفريق الوطني وامام نظرات اللاعبين في بنك بدلاء. البرقادي، براده، خرجه، العربي، الكثير من اللاعبين يتابعون المقابله واستخلاص امور كثيره من هذا النزال. يمكن نقول الشوطين مختلفين. الشوط الاول قنع فيه الفريق الوطني وان كان خرج متعادلا وكان الافضل كعطاء في رقعه الماء. الشوط الثاني فيه استعصاءات كثيره امام منتخب ايفواري يلعب بواقعيه يلعب بمنظومه تكتيكيه على درجه عاليه من الصرامه. نظن بانه الاحتكاك كان مهم للفريق الوطني في هذه المقابله. مشى القادوري يمروا زيدو. يمكن نقول باللي كان عنده متسع فين يقوم بالكونترول غادي يسدد. هنا تخلص من الرقابه غادي يمر الكره عرضيه شميله. هنا كان بامكانه يكونترولي عنده الوقت فين يكونترولي انما بغى يعمل ريبريز فولي كره على الطاير انما اخطا الوجهه والحارس بود. تم اضافه 4 ديال الدقائق بقى منا تقريبا 21 ثانيه يمكن رجع القول ديال الزكي في الندوه الصحفيه قال بان النتيجه لا تهمه. قال ذلك في الندوه الصحفيه هنا في اكادير مع وسائل الاعلام. قال ما يهمه هو انه كيلعب مع منتخب وبطل افريقيا في اخر نسخه وهو مرجعيه. وبالفعل هو مرجعيه منتخب كوت ديفوار بالرغم من غياب بعض ركائزه كايا توري ويلفريد بوني كماكس غارديل واخر واعتزال دروغبا. انما كيبقى فريق كبير يجب الاعتراف بذلك. هذه فرصه ومحك حقيقي للزكي اللي صحيح ما يمكن تصحيحه خرج امامكم بعين العارف. ابقاه السر في بقائه في بنك البدلاء وعدم الزج به في المقابله هو في مفكره بدر الزكي. سيستعين به بالتاكيد في الاستحقاقات الرسميه ولاعب ترمومتر في الوسط الى جانب بن عطيه وعدواء لاعبين من عيار كبير يمكن يعطيو التوازن للمجموعه. نظن بعوده داكوستا وبن عطيه وامرابط والاخرون يمكن يكون الفريق الوطني في افضل حالاته. على اي هذه مقابله يعني كنا نتوقع فيها بين على الاقل التعادل او الفوز انما حتى ولو كانت الهزيمه تجي امام فريق يعتبر من كبار القاره السمراء الى جانب غانا ونيجيريا ومنتخب مصر الشقيق. في هذا الاثناء تنتهي المقابله بفوز منتخب الكوت ديفوار 1-0 في لقاء بشوطين متباينين. شوط اول افضل فيه هو الفريق الوطني نهب 0 لميتين. جوله ثانيه من كره ثابته يسجل هدف الفوز. عناق ما بين اللاعبين مقابله لاستخلاص العديد من النقاط التي بالتاكيد سيتم تصحيحها من طرف مدرب بدر الزكي. ترقب الاستحقاقات الرياضيه القادمه. انقل لكم تحيات كل الزملاء التقنيين الذين اشرفوا على النقل المباشر وبجوده عاليه لهذا اللقاء الودي هنا بملعب ادربي اكادير ما بين اسود اطلس وفيلة كوت ديفوار. كان معكم عبد الحق شراد في التعليق المباشر. القاكم سيداتي وسادتي في مناسبه قادمه بحول الله. Maroc Télécom, partenaire officiel de l'équipe nationale.